الله أكبر، ما علمنا حفظ حروفه. لا لا لا، نحن لا نحفظ القرآن، احنا تركنا حفظ القرآن لأهل السنة لأن احنا بنصلي على طول. تتمتع. هرب الشيخ نجاح المهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حياك الله شيخ نجاح، بشرونا عن صحتكم. الله حياك الله. عيني سيدنا. حياك يا شيخ. أنا موالي من مصر، اسم محب السيد حيدر، وأحببت أن أسلم عليكم. أحب أهل العراق. نعم منك. أنا أتمنى تزورونا في مصر يا شيخ. إن شاء الله إذا صارت لنا زيارة إلى مصر إن شاء الله نزور. أنت في الحوزة يا شيخ نجاح، ما شاء الله. أنت أنا في الحوزة. نعم. أنا سعيد أن أنا بتحدث معك، وقلت أن أنا أستفيد منك أيضا، أن أتعرف عليك يا شيخ. نحن نقول أشهد أن عليا ولي الله. مبارك إليكم إن شاء الله يا شيخ. حينما نقول علي أمير المؤمنين، علي ولي المؤمنين، ما معنى ولي المؤمنين؟ ممكن أستفسر منك قبل أن ندخل في هذا المبحث يا شيخنا؟ تفضل. أنت من أي مكان في مصر؟ أنا اسمي رامي عيسى. تمام. ومحاور من أهل السنة والجماعة، بدعو الشيعة إلى الحق. تمام. وأتمنى لا تسكر الخط في وجهي. رامي، أنت اللي كل مرة يعني هاي النقاشات إلى شو اسمه؟ يعني أنت متابعني يا شيخ؟ الحوارات هاي اللي تدخل فيها على البث المباشر. أنت الآن في بث، ما شاء الله، يعني أنت متابعني. أنت الآن في بث مباشر يا شيخ. سلني عما تريد، سلني عما تريد، سل عما تريد. أنا بفضل الله أقتدي بإمامي علي بن أبي طالب حينما قال سلوني قبل أن تفقدوني، فأنا أقول لك سلني عما تريد. أنا هاي مقولة مو كل واحد يقدر يقولها، في نظري يعني. لذلك أنا أقولها لأني واثق، وأقول لك سلني عما تريد ستجد الإجابة إن شاء الله، لأني كالإمام علي أقتدي به. سلني عما تريد. أنت تريد الحوار يعني كأنه حوار يخص شو اسمه مذهبي، يعني أنه تريد تستدل على الحق أم شنو يعني؟ ما أعرف يعني. أنا أريد أن أبين لك أن معتقدك معتقد مخالف للقرآن الكريم جملة وتفصيل. ما هو الدليل؟ أولا، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فأنا أرى أن الإمامية الاثنى عشرية كذبوا على ربهم، فزعموا أنه يوجد 12 إماما وأنهم معصومين، منصبون من قبل الله تبارك وتعالى، يتحكمون. بأي دليل؟ بأي دليل؟ استدلوا بأدلة فارسية مجوسية واهية وضعها علماء الفرس. ترى هاي قضية العلماء الفرس. أنتم محمد بن إسماعيل البخاري أبوه كان بيتكلم عربي، ومحمد بن إسماعيل البخاري ذهب إلى مكة وذهب إلى العراق وجلس، لكن العلماء دول ألفوا الكتب باللغة الفارسية علماءك. تفضل يا شيخ. أولا قضية العلماء، طبعا احنا لا فرق بين أعجمي وعلى قولتهم عربي لا في التقوى. لو هاي القضية عندكم فيها مشكلة مثلا أرد عليك في ذلك؟ أكو مشكلة يعني؟ نعم أكو مشكلة، لأن ما علماءك يؤلفوا الكتب باللغة الفارسية وبعدين يجي واحد يعربها لي بعد كده، هذه مصيبة. لكن أهل السنة والجماعة لو قلت البخاري أو فلان أو فلان كتبوا كتبهم بالعربية وأتوا ودرسوا في بلاد العرب. أنا سؤالي لك الآن يا شيخ، ما هو الدليل على تنصيب الأئمة الاثني عشر أم أنكم تكذبون على الله؟ لا أعطيني مجال هسه أنا. يعني خطوة. أنت تقول علمائك فرس، من يقول علماء فرس؟ من يقول؟ أنت طلقت في قاعدة واستدليت عليها مع أنه لا أنا علماء مو فرس. والدليل السيستاني أين ولد؟ لا مو هسه أنا ما أقلد السيستاني. أنت صدري، أنا عارف إنك صدري، أنا عارف إنك صدري. ولا صدري يعني قصد صدري توفى الصدر. شيرازي؟ لا بس بعيدا عن المسميات. أنا أقلد شخص عراقي أوسي قريشي، شو تريد يعني؟ كمال الحيدري. هي هاي القاعدة. كمال الحيدري. لا ولا كمال الحيدري. أنت ما تعرف كل علمائي. طب بتقلد ما تعرف كل علماء. ريحني وقول لي بتقلد مين؟ وأقلد الشيخ اليعقوب يقلد. يعني هنقول أحسن الوحشين، أنا آسف في هذه الكلمة. لا
لا أنت أولا لا تسيء للآخرين، بعدك أنت ما ثابت شو اسمه إنه ذولا وحشين أو مو طب وحشين. من شهد لليعقوب بالأعلمية؟ هسه احنا من هسه شهد احنا ليعقوب بس بالأعلمية؟ لا مو هذا مو استدلال على العالمية. انت حطيت قاعدة، تريد تثبت للقاعدة انها هي عامة شاملة، خوش انه كل علماء فرس. لا، ليس ترى كل انا عندي علماء، مكتب. ليس كل لا علماء. لا ممكن. علماء شنو علماء؟ ليش خوش الله، خلينا نبدي من الفوق، من علمائنا الرئيسيين اللي من الأئمة. أئمتي فرس. من أئمتك؟ أئمتي أنا اللي أنت تعرفهم ال 12. أنت عرب. استدلالك أئمتك هم أئمة لأهل السنة وليس أئمة لك. عرب. هات لي دليل بقى أن هم أئمة منصبين من قبل الله من القرآن، أو أنكم تكذبون على الله. اتفضل. احنا أولا هاي وحدة، الله. عندكم وعندنا. لا تعال. والدليل لا والدليل. طب اتفضل. والدليل نسمع بعض. تفضل. والدليل كثير من الأمور تفصيلها موجود وين؟ في السنة. في السنة، صح ولا لا؟ فأنا قصدي إنه هذا مو استدلال، اعطيني فلان موجود اسمه بالقرآن فلان، هذا مو استدلال علمي. طب أجيبك على هذا يا شيخ وتسمعني زي ما بسمعك؟ أسمعك. طيب، أولا رويتم في كتابكم الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني بني الإسلام على 5: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، وحذفتم الشهادتين. أما أهل السنة والجماعة يقولون بني الإسلام على 5: الشهادتين وال4. لو قلت لي على دليل أي واحدة منهم الشهادتين أجيبه لك من القرآن: الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، بآيات واضحات بينات. الولاية اللي اختلقتوها دي هل يوجد عليها آية محكمة؟ لا. طب هل يوجد الله سبحانه وتعالى بعث في بني إسرائيل 12 نقيبا، والآية واضحة مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. هل الله أخبر أنه بعث في أمة محمد 12 إماما صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي النبي ويقول الأئمة هؤلاء يبدأون بعلي وينتهون بمحمد بن الحسن العسكري الغائب الذي سيغيب آلاف السنين؟ ما في ذلك، لا قرآن ولا سنة يخدم هذا المعتقد يا شيخ نجاح. هذا كلام ما اريد اقول انه عاري من الصحه يعني. وانا طبعا انت خابرتني بالمباشر، المفروض انت على قولتهم تعطيني علم حتى اقدر مثلا احضر لك الادله. خلاص انا يعني شلون قصدي، لو عندك حاجه لو عندك ادله دلوقتي كلها، ويا ريت نحضر انا وانت مناظره، بس انا خايف لان كثير من المعممين يقول لي نتناظر غدا وبيروح ما بيجيش ثاني، ما بشوفوش بعديها. معمم. انا مو معمم. طيب انا اهو الكبار بيعملوا كده، فالصغار اللي مثل حضرتك ماذا سيفعلون؟ إن كان الكبار بيتهربون فأنت صغير وأنت لست معمم، أنت صغير. أولا أنت حاط صورة سيد. شفت عملنا أول حاجة أنا معمم، وبعدين أنت حاطط صورة سيد وهنعمل المظلومية. أين الأدلة على تنصيب الأئمة يا شيخ؟ مر من عمرك سنين وسنين، سنون كثيرة مرت من عمرك ومش عارف تجيب أدلة على عقيدة بتعتقد. لو مت دلوقتي وسئلت في قبرك أو سئلت بين يدي الله هتقول لي ربنا أرجعني رب ارجعون إلى الدنيا أبحث عن الأدلة؟ لا، هذا الكلام مجرد للجدل. أنت تريد تصعد قناتك، هذا الكلام مو صعد قناتي إيه يا شيخ؟ بواحد زيك لا يعرف إن هو مش معمم، واحد مش معروف، صعد قناتي بيك يا شيخ. أنا متصل على أكتر من 7500 معمم وشيعي يا شيخ، فأنت لا تعرف. أنا سؤالي لك ما هو الدليل على تنصيب الأئمة؟ لا أعطينا مجال، هي مو جدل، مو تريد تجدل، أنت تريد تثبت الحق. ما يثبت الحق بهكذا. هات الدليل يا شيخ نجاح. أنت مجرد مجادل يعني. شكرا. مجادل. تريد تثبت الحق، اثبت الحق بالشو اسمه يعني بالدليل على كيفك. ما أنا أثبتت لك يا شيخ دلوقتي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أنتم أتباع اليعقوبي الذين كذبوا على ربهم، وأين أدلتكم على الإمامة؟ موجودة أدلتنا، كل شيء موجودة. هات الدليل. دليل الإمامة في كل شيء موجود. خوش ما أنت موجود على الخط، بس خليه شو اسمه على راحتك، على راحتك. لو عايز حتى تتصل يعني على السوبر ماركت على راحتك. بس بيش انت ورانا دوام يعني الصبح، انت ما تروحش الدوام بكره، المسألة جنة أو نار. الدوام لو جلست يوم مش لا مو مشكلة يعني. أنا قصدي مقصدي إن المسألة مسألة جنة ونار. أنت الآن إما أنك تكذب على الله، وده اللي أنا سأثبته الآن، وربنا يهديك على يدي. الحمد لله النهاردة 3 اهتدوا على يدي بفضل الله، وإن شاء الله تكون أنت الرابع في البث، 3 مهتدين بفضل الله. وإن شاء الله ربنا يهديك على يدي، وإنك تترك الكذب على الله، ولأنك ستسأل يوم القيامة: ألا لعنة الله على الظالمين.
اتفضل يا شيخ. لا مش تبه. اتفضل، بس دور مش على تبه. ادله. وين الادله يا شيخ؟ انت تقصد ايه الولايه؟ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. ايه الابتلاء، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات. انا هاي ترى نقاشاتكم كلها شايف. يعني انا وهاي عارف انك متابعني الحمد. طب كل ده بتتابعني بقالك كتير وما تسننتش، ما اهتديتش يا شيخ. يعني انا طالع عيني وبتتابعني بقالك كتير يا شيخ. لا تكن كأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم حينما اذاه. يا شيخ اتبعني اكن لا لك. تظل اقول لك لا تظل تلقي بالامثله هيك يعني طيب على. يا شيخ، لماذا لا تتبع الحق الذي انا جئت به؟ انا اتكلم من القرآن الكريم بسنة النبي الامين صلى الله عليه مو وسلم. حق هذا، مو حق. الحق الذي أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة في أكثر من 100 آية في القرآن. الحق أن ربنا أثنى على من اتبع الصحابة ولم يؤمر باتباع الأئمة الاثني عشر، وهذا من القرآن. تحب أجيب لك الدليل من القرآن؟ سوريا يا حق يا يا عم حق. أنا مالي ومال سوريا، بقول لك أجيب لك دليل من القرآن على أن الله أثنى على من اتبع الصحابة رضي الله عنهم ولم يأمر باتباع الأئمة أو يثنى على من اتبع الأئمة الاثني عشر. الصحابه يا هم الصحابه الصحابة يا اللي هم هم عرفنا. الصحابة اللي هم الله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا لنا عنه. بالقران أهو عيني. ايش قد الصحابه برايك يعني؟ وعرف لي الصحابي، يا هو الصحابي. الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، ليس كما يعترف الشيعة إن المرجع رضوان الله عليه نائب الإمام الهارب، فإمام هارب ومرجع متمرجع، لكن الصحابة آمنوا بالنبي. لا تتجاوز على عقائد الناس، انت بعدك ما ثابت الاحقيه. أبو بكر أحق. حقيتك عندي. أبو بكر أحق من إمامك الثاني عشر. مين يقول؟ شنو يا اللي يثبت انه احق؟ شفت، أخذت عقائد مجوسية. أول من أثبت كسر الضلع هو سليم بن قيس في كتابه كتاب سليم بن قيس. سأثبت لك الآن أن الخوئي وغيره من كثير من علماء الشيعة ضعفوا هذا الكتاب، ووصل لكم عن طريق شخص زنديق اسمه أبان بن أبي عياش ضعيف، وسليم بن قيس مجهول. تترك القرآن اللي أثنى على الصحابة في أكثر من 100 آية وتاخد دينك من واحد مجهول. عرفت يا شيخ ان هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين. اللي هم مين اللي كذبوا على ربهم؟ كذبت 100 آية في القرآن الكريم وخدت بكتاب واحد مجهول. والمنافقين اللي ذكرت. ماليش دعوه بالمنافقين الان، خلينا واحده واحده. كسر الضلع اول من ذكره سليم بن قيس، والقرآن اثنى على الصحابه في اكثر من 100 آية. جه واحد كذاب مجهول الف كتاب وذكر فيه كسر الضلع، وده اول واحد ذكره، فتركت القرآن اللي اثنى على الصحابه واتخذت ذلك. عرفت انكم تكذبون على الله يا سماحه الشيخ نجاح. اقول لك البخاري ماليش دعوه بالبخاري، لا تقفز يا شيخ نجاح. عرفت ان انتوا بتكذبوا اهو. اول من قلب كسر الضلع هو. لماذا تكذب القرآن؟ لا يا أخي. طيب ما اكذب القرآن. طيب. اكذب القرآن بمن؟ بالمنافقين. إن الذين كفروا سيدخلون جهنم لأنهم يعبدون الأصنام. ألم تنزل في الشيعة الاثني عشرية؟ مشكلة اريد اطلع لك شو اسمه. تفضل أجل. أدلة. ألم تنزل فيكم؟ أدلة. لا تريد ادله مال شو اسمه. ألم تنزل إن أدلة. الذين كفروا سيدخلون جهنم لأنهم يعبدون الأصنام. ألم تعبدوا الأصنام؟ ما نعبد الاصنام يا حجي تعالى بس. قرآن إيه اللي عايزنا استدلل لك بيه؟ دي مش آية في القرآن، ده أنت طلعت ما تعرفش آيات القرآن كمان. يعني بتاخد دينك من واحد مجهول كذاب. هو في القرآن إن الذين كفروا سيدخلون جهنم لأنهم يعبدون الأصنام؟ يا شيخ حتى لا تعلمون شيء من القرآن الكريم، فكيف تريد الهداية؟ أرجع وأقول لك إيه هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. أنتم تكذبون على الله يا شيخ. اللي قلت لك مش قرآن يا شيخ. قلت لك ايه؟ اهتدي بقى يا شيخ نجاح. احنا ناس ما نهتدي، وانتم لكم الجنه على مود تقتلون الشيعه. يا شيخ انا ما بقولش بالشيعة، انا بقول بهدايه الشيعة. يا شيخ نجاح كنت اتمنى ان يكون لك في اسمك نصيب، لكن ده ما فيش خالص يا شيخ نجاح. فانا لا اريد ان يكون عندك بلاده وتترك القران الكريم وتتمسك باكاذيب. لماذا لم يعلمك اليعقوب القران؟ ليه اليعقوب علمك كسر الضلع ولم يعلمك القران؟ تعلمنا القرآن، مو حفظت حروفه ونسيت حدوده. الله أكبر. ما علمنا حفظ حروفه. لا نحن لا نحفظ القرآن. احنا تركنا حفظ القرآن لأهل السنة، لأن احنا بنصلي على طول. نحن الموالين نصلي بكل والله أحد وإن أنزلناه في ليلة القدر وكل أعوذ برب نحن الموالين نصلي بثلاث سور 4 سور. فتركنا حفظ القرآن لأهل السنة والجماعة. طيب هل آل البيت كانوا يحفظون القرآن ولا برضو تركوا القرآن للصحابة؟ أجب يا نجاح. خذ راحتك. الشيعة بيهتدوا الآن. خذ راحتك.
وروح اهتدي وياهم انت، روح ذولا هم اللي اهتدوا بيك شفت يا انت شيخ وياهم نجاح؟ سوا. شفت اما اتحشرت الان؟ طب اقرأ لي آية الكرسي، اقرأ لي آية الكرسي. ترجع تختبرني؟ لا، أنا أريد أن أبين لهم أنكم لا تعلمون كيف أنكم تقولون النبي أمرنا يا أهل السنة بالتمسك بالثقلين القرآن والعترة. فين تمسككم بالقرآن أهو؟ فالذين تمسكوا بالعترة حقا هم الذين تمسكوا بالقرآن، هم أهل السنة والجماعة. حفظ الله كتابه بأهل السنة والجماعة، وأنتم للطم والتدبير والمتعة والخمس يا شيخ نجاح. بتخمس أموالك، بتتمتع. هرب الشيخ نجاح المهدي. هذه عقيدة أتباع اليعقوبي وأتباع كل مرجع. الله سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يكذبون على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. كان معكم شيخ الشيعة، أسأل الله أن يهدي. هذا الاتصال في رمضان، النهاردة الليلة 10 في رمضان، 11 رمضان. أسأل الله أن يهدي هذا الشيخ نجاح مهدي. وأنا أكيد أنك دخلت البث معنا الآن. شوف، لأنك تعلم، أنت تقول لي أنتوا تقتلون الشيعة. شوف اللي في قلبي إيش؟ اللي في قلبي أن أنا أدعو لك بالهداية. والله يشهد الله أني أتمنى لك الهداية. لكن لا تجادل، لا تجادل. أنتم، أنا اختبرتكم ما تعرفون شيء في القرآن. أسأل الله أن يهديك وأن يهدي الشيعة ويأخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. السلام عليكم. عليك السلام أخ رامي. شيخ علي، وانت بعد المناظرة معايا حطيت صورة توكلت على الله في البروفايل ليه؟ انت زعلان؟ لا لست بزعلان، أنت أخي في الله. الله. أنت على المباشر الآن رامي؟ انا على الكرسي. لا رجاء على المباشر. والله على الكرسي. يعني على قصدك على المباشر غير؟ انت تقصد يعني البث مباشر ام لا؟ اي نعم. نعم، انا على الكرسي ابث مباشر. بخدمتك، تفضل. حياك، حبيت اسلم عليك بس يا شيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبجميع المشاهدين. أستاذ رامي الله يحفظك. أستاذ رامي، عندك موضوع؟ عندي موضوع يفيد موضوع عن الإمام. موضوع يفيد الأمة، خلينا نتناقش به. طب عن الإمامة يا شيخ، عن الإمام. تفضل على بركة الله. طيب، لماذا تقولون أنه لابد من بعد موت النبي أن يكون وأن يوجد وصي؟ القرآن يدل على ذلك. أين ذلك في القرآن؟ سنة الله أن يستخلف الأنبياء، يستخلف منهم، يستخلف بعد الأنبياء يعني أولياء، مهما يكون هذا الولي. قال عيسى عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ولم يقل فلما توفيتني تركت الوصية يا شيخ. تركت الوصية. احنا هسه الآن إذا في دليل أعطيك. لا، انت قلت هذه عقيدة الأنبياء، كل نبي بيترك وصي. جبت لك من القرآن ان عيسى عليه السلام لم يترك وصي يا شيخ. هسه أعطيت مثال، وأنا أستطيع أن أعطيك مثال بأن الرسل خلفوا من بعدهم من يقوم مقام هؤلاء الرسل. أكو أدلة كثيرة بالقرآن بس الكريم. عيسى عليه السلام هو، طب من الوصي بعد عيسى؟ قول لنا من عليه السلام. قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، لم يقل تركت إمام. أضرب. أنت الآن أخذت يعني بس عيسى، نحن الآن لم نحضر. إذا يبقى ليست سنة الأنبياء، ليست سنة الأنبياء كما أنت زعمت. اسمعني. تفضل يا شيخ. ألم يقل القرآن الكريم: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. هؤلاء الحواريون ألم يكونوا خلفاء لعيسى؟ الله. يبقى ممكن الإمام النبي يترك أوصياء وليس وصي؟ أحسنت. يبقى لكل نبي أوصياء في وقت واحد؟ طبعا، والدليل على ذلك النبي أيضا فعل هذا. يعني النبي الآن في عقيدتنا النبي ليه أوصياء في وقت واحد؟ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ينفع نقول علي وعمر وأبو بكر وعثمان كلهم أوصياء مع بعض كالحواريين؟ لا الله، لا ايش يا ابو معاويه. طب ليه بقى يا سماحه الشيخ، ليه بقى خدت ديت
وما اخذتش. مش انت اللي الزمت نفسك بكده ان انت الحواريين؟ سالتني اعطيني مجال حتى اتم. يبقى اذا الحواريين ليسوا اوصياء يا شيخ. اتفضل. لا يخاف. احنا الان ضربنا مثال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. الخلافه هل هي جعل ام مجعل؟ انت جاوبني. جعل من الله ولا مجعل؟ جعل. وجعلنا مجعل. منهم الله أئمة جعل. يدعون إلى النار. لا هاي هذاك يبقى مش جعل بقى يا شيخ، يبقى مش جعل. احنا جوابنا رام عيسى. لا تحاول ان تغير الموضوع. انت سالتني الامامه وارده في ايات كثيره، وفي حتى اكو في بعض الاحيان في النبي في زمن النبي يعين لهم خليفه وامام في زمن النبي، مثل ما قال نبي لهم ان الله بعث لكم طالوت ملكا، قالوا ان يكون له الملك ونحن احق منه ولم يؤت سعة من المال. قال ان الله اصطفاه بالعلم والجسم بسطة. إن الله اصطفاه عليكم ليش وزاده بسطة في العلم والجسم. احسنتم. هذا طب لماذا الله ذكر ان هو اصطفى طالوت ولم يصطفي علي؟ لماذا القرآن يذكر طالوت وانه اصطفاه ولم يذكر علي انه مصطفى؟ خليني احكي وياك شوي رامي، سامحني رجاء. تفضل. الله جل في علاه قال ان الله اصطفى ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. طب لماذا لم يقل وآل محمد؟ هو آل محمد بالضرورة أنهم من آل إبراهيم بالضرورة يعني. لا 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 يا شيخ، لا يا شيخ. الله سبحانه وتعالى قال عن آل إبراهيم ولقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة، صح؟ أي نعم. خليك معايا معلش، أعرضها للجمهور لو تسمح لي يا شيخ. هي الله سبحانه وتعالى يقول، بص يا شيخ معلش، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب، فين الإمامة ما فيه، والحكمة في الإمامة ما فيه، وآتيناهم ملكا عظيما. هل الإمام علي أتاه الله الكتاب؟ هل الإمام علي أتاه الله ملك عظيم؟ هل الإمام الحسيني كان عنده ملك عظيم؟ تفضل. طيب تتوقف عند دقيقتين حتى أعطيك. تفضل يا شيخ، بس الملك العظيم. تفضل. أنت الآن تناظر، دع مناظرتك أن تكون على نحو الجد والإنصاف. اسمع مني، هذا الكلام الذي صدر من الله جل في علاه مقدمته ليش ما قرأتها أنت؟ اقرأ المقدمة مال الآية. مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسدون، اسمعني خلينا نكمل. ليش لا تقاطعني رجاء؟ ما أنت بتقرأ الآية خطأ. أنت اتصل. ما أنت بتقرأ الآية خطأ. أنا عايز العزيز اقرأ الآية من البداية. مش أيحسدون، أم يحسدون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فلقد هنا هذا جواب كما يقال للشر. يا أخي العزيز أنت افهم لماذا، من الذي حسد ولماذا جاءت هذه الآية وتبين فضل إبراهيم وآل إبراهيم. هذا دلالة على أنه الناس حسدوا محمد وآل محمد على الولاية وعلى الحكم هذا فهمنا احنا الآيات. لماذا الله جل في علاه أشار إلى لآل إبراهيم؟ هذا فهمنا. أنت تقول فهمك العقيم في بعض الأحيان. احنا نفهم القرآن بهكذا شكل. أنت بعد تقول لي مثلا هاي بعيدة. لا مو بعيدة. كل شيء ماكو شيء بعيد على الله جل في علاه. الله قادر على أن أنا أسألك الآن. لا قبل ما تسألني يا شيخ أرد بس. هم كانوا بيحسدوا النبي، وكان اليهود بيحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم إن نزلت عليه النبوة والكتاب. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. ما فيش آل محمد هنا. قال ممكن أرد عليك يا شيخ تسمعني؟ لماذا قال احنا شوف يسمونها قرينها. اكو ملازمه بالكلام وانت استاذ. اكو ملازمه. لماذا جاء بالقرينه هي آل؟ لماذا ذكر آل؟ لماذا ما قال ابراهيم؟ لماذا قال آل؟ شيخ ولماذا لم يقل آل محمد؟ هو انتوا كل دينكم يا شيخ علي معلش انا اسف، لماذا لم تأتي؟ طب ولماذا لم تأتي واضحة بينة وقد أتينا آل محمد؟ لماذا لم تأتي آل محمد خالص؟ وانتوا كله قياسات يا شيخ. آل إبراهيم يبقى هنقيس عليها آل محمد. هو من اليهود حسد آل محمد؟ تفضل. طيب لماذا ذكر الآل؟ أنا أسألك وأسأل المشاهدين لماذا ذكر الآل؟
لأن آل إبراهيم كإسحاق ويعقوب ومن كان من ذريتهم ويوسف ومن كان من ذرية إبراهيم عليه السلام من الأنبياء آتاهم الله الكتاب، والكتاب ينزل على نبي، فلا نقول أن آل محمد ينزل عليهم الكتاب، فمن قال أن آل محمد ينزل عليهم الكتاب فقد كفر، لأن الكتاب ينزل على نبي، وآخر كتاب نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبما أنكم حسدتم أم يحسدون الناس على ما أتاهم، طب ما احنا أتينا، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب كما أتينا هؤلاء الأنبياء من قبل كتب، أو أتينا آل إبراهيم هذا الكتاب، أتينا محمد هكذا أيضا، لأن محمد من ذرية إبراهيم عليه السلام، وإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، ما قالش والآل، إن أولى الناس بإبراهيم هذا النبي، الذين اتبعوا إبراهيم في وقت الذين اتبعوه وبعد وهذا النبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يذكر وآل محمد أولى بإبراهيم وقال النبي فقط؟ يا شيخ وأنتوا عايزين تدخلوا الآل في أي حاجة، وين آل محمد؟ اتفضل أنا خلصت. يعني هسه شكرا. هسه الآن أنت تحاول أن يعني تقيد وتحجم الآية من خلال فهمك لتفسير الآية القرآنية. التفسير يا أخي العزيز، احنا عندما ننظر إلى القرآن الكريم لا ننظر إليه من جانب واحد، وإنما ننظر إليه من جوانب متعددة، وهذا هي الطريقة الصحيحة. يعني القرآن يسمونه على نحو عموم الاستغراق، يشمل هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع. من تجي ببعض الألفاظ تشير من قريب أو من بعيد، تشير إلى هذا المعنى. هسه احنا يا أستاذ رامي، آل محمد إذا لم يذكروا بالصريح بالقرآن الكريم ذكرهم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. إما أنت قلت لي موجودين في القرآن ليه يا شيخ؟ إما قلت لي موجودين في القرآن ليه؟ القرآن الكريم، اسمعني أستاذ رامي، القرآن الكريم يعطي دلائل وإشارات واضحة لا تحتاج مثل ما ذاك اليوم تقولها. هذه احنا سألتك على قضية الأعمى، قلت هاي بصيرة إنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول لك تدبر، هذا التدبر بالقرآن. أما أنا أخذ القرآن فقط على الظاهر، هذا ما أتصور يعني فيه معنى عميق لفهم القرآن، مجرد ظواهر. طب حينما تدبرت القرآن يا شيخ في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أنا مسلم معك والله. من هؤلاء؟ من هؤلاء المهاجرين والأنصار؟ من هؤلاء المهاجرين والأنصار اللي ربنا أثنى على من اتبعهم، اللي وجب عليك تتبعهم؟ احنا هسه الآن احنا من نجي للقرآن الكريم ويتحدث عن المؤمنين، ويتحدث عن ابعث فيهم رسولا منهم. هذا من كلمة من، لا نتجاوز الحروف والكلمات التي تعطي معاني عدة. عندما قال من، ما يقصد بمن، ما هو المعنى من المهاجرين والأنصار؟ عندما تقرأ، عندما يذكر المهاجرين والأنصار والذين بايعوا تحت الشجرة، والذي يقول منهم ومنكم ومن، هذا المن بعض للبعض للتبعيض، مو الكل. اكو جزء يعني بعضهم يا شيخ، منهم الكفر، بعضهم شنو؟ بعضهم، صح؟ احسنتم. جميل جدا. يبقى ربنا لما قال من المهاجرين والأنصار قصد بعضهم من اللي هي من تبعيضية، إن بعض المهاجرين والأنصار وليس كل المهاجرين والأنصار، صح؟ اسمعني مني شوي. لا من المهاجرين والسابقون قلنا من المهاجرين. من دائما عندما تسمع من تبعيضية يا شيخ يعني دائما من. طيب ده من، صح؟ اعطيني مجال، بس اعطيني مجال شوي لحظات. اول شيء الآية القرآنية عندما تقول من لماذا تقول من؟ ليش ما يقول المهاجرين والأنصار؟ أسأل المشاهدين الذين دائما يذكر المهاجرين الأنصار ندخلهم جنات وهذا، ليش يقول من؟ أنا نسأل، لازم إحنا عرب نفهم اللغة العربية. لماذا يقول من المهاجرين لماذا يقول من فلان ومن القوم الفلان؟ هذا المن دائما تعطي معنى التبعيض، يعني جزء، لا تعطي الإشارة إلى الكل. إذا قلنا الكل أذر شبلتهم الرحمة، يعني ما اختلفوا ولا اقتتلوا ولا بسم الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا. ممكن تركز معايا يا شيخ بعد إذنك؟ شيخ بعد إذنك شيخ علي، احنا قلنا من الآن يعني بعض المهاجرين والأنصار وليس كلهم، صح؟ مو بعض يعني يخص، وإنما يأخذ جزء من الذين أخلصوا الصحبة. طيب جميل جدا. يعني
والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار جزء من المهاجرين والأنصار، صح؟ جزء مرة. طيب. بس طب اسمعني بقى يا شيخ، اسمعني زي ما سمعتك، بس أكمل كلامي. سامحني لحظة بس لحظة. الجزء مرة يكون 80% ومرة يكون 90% ومرة يكون 10%. هذا الجزء مو طيب شرط جميل، يعني جزء صح؟ جزء، نعم، جزء من جزء المهاجرين نعم، والأنصار جزء. طيب خليك معايا. نعم. الله سبحانه وتعالى قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني بعض الأوثان وليس الأوثان، جزء. اجتنبوا جزء من الأوثان. وأنا والله العظيم، والله هاي 3 مرات أنا وكأنما أحاور إنسان مو دكتور. أنت دكتور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اجتنبوا بعض الأوثان بس لا تجتنبوا الأوثان كلها، جزء من الأوثان، صح؟ يعني دائما هاي الحروف تحمل هذه الحروف هاي ما تسمى الألفاظ وما تسمى أيضا الضمائر، دائما تحمل الضمائر، دائما تحمل على معنى واحد لو تتعدد. الله أكبر، يعني هنا تتحمل أكثر من معنى. ما معنى من الأوثان بقى؟ ما معنى فاجتنبوا الرجس من الأوثان؟ ما معنى، وضح للجمهور، ما معنى فاجتنبوا الرجس من الأوثان؟ تفضل. ما معنى من الأوثان؟ هذا لا يقصد التبعيض، وإنما يقصد البيان. الله أكبر، إيش اللي ده أبو معاوية؟ معلش يا سيد، دي 2 في 1، تاخدها من فوق لتحت كده. ياك يا شيخ علي. يعني دلوقتي ديت للبيان، والصحابة قلت يعني من جزء، وما رضيتش تقول إن في بيان وفي تبعيد، ودي ما ينفعش على الصحابة. هو أنا لازم نعمل الفخ يا شيخ علي علشان تقول إن للبيان؟ والثانية أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، جنسهم من هؤلاء المهاجرين والأنصار يا سيد. خلاص لا تسأل بلا بتاع بقى يا سيد، زعلتني منك الشيخ علي، الله المستعان. والله ما تقدر. ما أنت عارف أنا ما أقدرش عليك يا شيخ. لا رامي اسمعني بس. احسن شيء ماشي قبل واحد يجي ياخذ مثلا، خلينا نقول خلينا شويه نعطيها مجال. هي قناتك وبيئتك وفاتحه، تعطيني مجال. انت هسه الان بصوره عامه، لا ما يخالف اعطيني مجال. هسه الان المهاجرين والانصار هكذا استمرت القضيه الى يوم القيامه، لا تخاصموا. استمرت القضيه بدليل ان ربنا وعدهم بالجنه. الآية هكسر المكتب. الآية بتقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الجنس مش بيانهم، أو مش التبعيد، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إيه ده؟ هو ربنا أعد جنات للمرتدين عندكم يا شيخ علي؟ هم المرتدين؟ لا أنا أنت ألزموهم بما ألزموا. اسمعني، أنت قلت من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. لماذا قال بإحسان؟ اتبعوا، اكو اتباع بغير احسان واكو اتباع باحسان، هكذا نفهم. انتبه لي، اكو اتباع صح ومتبع، نعم، لكن لذلك احنا عندما نقول الصحابه المنتجبين، نقول المنتجبين الذين اخلصوا الصحبه والذين هاجروا وقاتلوا وخرجوا وهكذا، ما نختلف. اما الذين وان طائفتان من المؤمنين يقتتلون هذا فإن بغت إحداهما ألم تبغى يعني فالطائفة على طائفة أخرى من المسلمين؟ لماذا احنا لم نفهم القرآن بهكذا شيء؟ فالباغي لابد أن يقول فقاتلوا التي تبغي، وهم أيضا من المهاجرين والأنصار بهم جماعة. ما يصير احنا هكذا نأخذ الأمور ونجمعهم كلهم في الجنة. ما معنى قول وبالوالدين؟ همسك واحدة من اللي أنت قلته وأرد لك. ما معنى قول الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا؟ يعني ليس كل الوالدين؟ ما يحتاج لها. ليس كل الوالدين؟ لا ما يحتاج لها. الله أكبر، إيش اللي ده أبو معاوية؟ يعني دلوقتي يا سماحة الشيخ علي، يا شيخ علي دلوقتي يا شيخ علي الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، لا إحسان، لأن في اتباع بإحسان واتباع بغير إحسان، وبالوالدين إحسانا. إما جبتها لك دلوقتي لا كلهم طبعا. يا شيخ لماذا تكيلون أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ثانيا خلينا نرد عليك في نقطة يا شيخ، خلينا نرد عليك في نقطة معي. ما معنى يتبع المهاجرين والأنصار؟ ما ترد عليه. انسحب إذا ما أعطيني وقت والله انسحب.
اعطيني خلينا وقتي. طب ما تخلينا اسمعني. اتكلم، انا لسه ما اتكلمتش، ما ردتش على كلامك. لا احترضت، لا انت احترضت، انت الان احترضت. لا ما انا خليني لسه أبرر. هكمل. انت قلت لي دلوقتي تقاتلوا، واللي تقاتلوا هؤلاء كانوا على صواب ولا؟ خلينا اكمل كلامي. ممكن كمل تعطيني وقتي، تعطيني وقتي. ان شاء الله تتدلل يا بعد إيه؟ قلبي، يا ورده، يا يا فل، بعد قلبي، يا براحتك، ياسمينه، يا بلسم. تفضل شوف يا شيخ علي، تفضل. شوف يا إيه. شيخ دلوقتي انت قلت والسابقون قلنا من المهاجرين والانصار والذين تبعهم باحسان، قلت لي بعض المهاجرين وبعض الانصار. اتحداك امام نعم. الجمهور الان هسكر البث. انت قلت لي ممكن بعض، دي 90% منهم، ماشي. انا اتحداك امام الجمهور الان هسكر البث ومش هطلع البث تاني، تجيب لي 10 من المهاجرين و10 من الانصار لم يرتدوا. 10 بالمهاجرين والانصار لم يرتدوا، شنو يعني قصدك؟ احنا باعتقادنا لو باعتقادكم؟ لا باعتقادكم انتم، احنا عندنا المهاجرين والانصار لم يرتدوا اصلا. باعتقادكم انتم ان انا اتبعهم. اسمعني انا شوف، اقسم بالله امام المشاهدين، وبكره مو بعيد، بكره اجيب لك اكثر من 250 صحابي لم يرتد. هو انت بالله عليك، وانت هتروح تدور في الاسواق على الاسامي؟ هو ايه يا شيخ بكره دي؟ خلاص يا عم، 5 من المهاجرين و5 من الانصار دلوقتي تعدهم لنا لم يرتدوا. اتفضل اخي العزيز. لا رامي لا تفتري على الله الكذب، ما يصير هيك. شنو ماذا تقول لله؟ جاي اقول لك احنا بايماننا بالصحابه الكرام. هات لي 5 طبعا في زمن. ها لا علي من هي الاخ ابو معاويه بيقول لك منه $5000 لو جبت 10 و10. معروف. انت ليش تقول ليش تقول 5؟ احنا نجي طائفتين من المؤمنين اقتتلوا. من هو الطائفتين؟ خلينا نضرب مثال. اقول لك الطائفتين اللي اقتتلوا مين؟ من المؤمنين. يعني مؤمن وتقاتل مع اخوه المؤمن، يعني ممكن يقع القتال بين المؤمنين. احنا ملناش دعوه بدي. القتال اللي حصل كان مات ابو بكر ومات عمر ومات عثمان، فهؤلاء من المهاجرين الثلاثه لم يحضروا هذا القتال. هل هم في الجنه عندك؟ اجب. اسمع مني. لا اسمع مني، يبقى بتلف وتدور يا شيخ علي. اهم دول لم يحضروا القتال، ابو بكر وعمر وعثمان ماتوا قبل القتال اللي وقع بين علي ومعاويه رضي الله عنهم. فلا ابو بكر وعمر وعثمان هؤلاء من المهاجرين. هل هؤلاء في الجنه في معتقدك؟ في الجنه؟ رامي احنا نقاشنا، انت تدري نقاشي شفاف وطيب. لا شفاف ايه يا شيخ بالله عليك؟ واحنا رايحين نجيب فستان الفرح. انا عايز بس بالله عليك اعرف، هل هؤلاء لم يرتدوا؟ لا تسخر. طيب ماشي. هل هؤلاء لم يرتدوا في الجنة؟ أبو بكر وعمر وعثمان. اللهم إني أسألك بنور وجهك في هذه الليلة المباركة في شهر رمضان أن تحشرني، وكل شخص يقول آمين الآن مع أبي بكر وعمر وعثمان. قول آمين يا شيخ علي. اللهم آمين، اللهم آمين. يعني تتمنى أن ربنا يحشرك مع أبو بكر وعمر وعثمان؟ لا أنت قلت أنت. أي والله أتشرف، أقسم برب الكعبة لو ياخدوا مالي وأهلي وداري وعيالي، ورب الكعبة لو يأخذوا عيالي ومالي وكل شيء، أفدي كل هذا بأن أحشر مع أبي بكر وعمر وعثمان ورب الكعبة. وهذه أمنيتي، وما قمت بعمل مثل هذا البرنامج والتأخر والوقت ونجلس ونتكلم عن المعممين إلا من أجل ذلك ورب الكعبة. نتمنى أن نحشر معهم. بس أنت قلت لي دلوقتي المهاجرين اتقاتلوا مع بعض، قلت لك أبو بكر وعمر وعثمان ما اتقاتلوش، ليش بقى دول لا تتبعهم؟ تفضل يا شيخ علي. لا تاكلنا حاصل فاصل. اسمع مني شيخ علي، وحضرتك سندوتش كوارع. لا اسمعني. تفضل. سألتني أجاوبك. أنا خلافي وياك شيعي وسني هي بهالمشكلة هاي منذ زمن بعيد، من 1400 عام. رجاء خلينا نكمل كلامي. الخلاف هو بين هل إن هؤلاء الذين هم خلفاء عندي لو مو خلفاء. أنا أعتقد كشيعي، كل الشيعة يعتقدون هؤلاء أبي بكر وعمر وعثمان علي أولى منهم بالخلافة. هذا مصدر الخلاف. شنو أنا ما استحي من عقيدتي. هم في الجنة؟ هم في الجنة؟ أخي أنا هسه من يعرف؟ لا تزكوا أنفسكم. الله أقسم بالله أنت تعتقد أنهم ليسوا في الجنة. هسه تحلف على لساني، شو لك علاقة أنت بيه؟ أقسم برب الكعبة أنتم تعتقدون أن أبا بكر وعمر وعثمان في النار لاغتصابهم ركن الولاية وقتلهم الزهراء واختلاف فدك والأكاذيب اللي بتقول. زين أجابك. أريحك نعم. بهذا الجواب. أريحك. جزاك الله خير. خلي المشاهدين دول اللي هم فيهم فد 5-6 آلاف الله يحفظهم، المرأة والرجل والشاب والذي يريد يسمع يتعلم. يا أخواني الأعزاء، نحن كمسلمين اختلفنا بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم من هو الخليفة من بعد الرسول.
طائفة قالت علي وطائفة قالت أبي بكر وعمر. هذا الخلاف. هسه أنا أعتقد هم يعتقدون بعلي ليس في الجنة، أنا أعتقد ليس. شو له علاقة بالاعتقادات هاي؟ أنا مصدر خلاف بين المسلمين أكو موجود، لا نغطيه هل أبو بكر وعمر وعثمان في الجنة أم لا؟ أنا هسه بينك وبين الله، انت دينك هذا كل دينك هذا يعني الله يسألك على هاي. انا جاوبني انت برمضان. ربنا يسألني عن ذلك. ربنا يقول لي الامر بالاتباع في القرآن او الاتباع في القرآن لم يأتي الا لثلاثة. يا شيخ علي اسمعني، الاتباع في القرآن لم يأتي الا لثلاثة: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، القرآن، الذين يتبعون النبي الامي اتباع النبي، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعون باحسان. لا في اتباع عترة ولا امام غائب ولا مراجع ولا نواب ولا سفراء أربعة ولا أي شيء من عقائدكم دي. الاتباع في القرآن لثلاثة: إن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرين والأنصار. فأنا لو طعنت في المهاجرين والأنصار أدخل النار. ده وجب على الحسن والحسين رضي الله عنهما أن يتبعوا السابقون من المهاجرين والأنصار. شكرا شكرا. أنا رجل أدلتي من القرآن، رجل أدلتي من القرآن. ما اسمعني، أنت هاي الأدلة من القرآن، أنت بالنسبة لي اتصلت بي نقاش وتبس تنصب علي يعني. هنصب عليك يا شيخ وانا كذا كذا. عيب يا شيخ. هو انت حضرتك فاتح معرض سيارات؟ تفضل يا شيخ. خليني اكمل لو بس مجرد انت تسمعني. ما انت بتتكلم وانا بتكلم يا شيخ. تفضل. يا اخي سامحها، هذا كلامك سامعه، تخليني اجاوب على اشكالاتك وتخليني هذا الاشكالات عندك انت. والله العظيم ما بيجاوب، والله ما بيجاوب. انت مجرد تستفهم، ما عندك فهم واضح للاشياء. شكرا صدقني. شكرا. انت الان بينك وبين الله عقيده المسلم شنو؟ نبدي عقيده المسلم. الله يسأله عندما يقول يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وهو بين الكتاب. مثلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم ولم يخرجونكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. مع اليهود مع النصارى انت وياي مسلم هيك تتعامل وياي بهاللغه. اقول لك عقيده المسلم ان يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويؤمن بالحساب وبآل البيت. كنت هتقولها. اسمع خلينا نكمل، خلينا رجاء ليش تقاطعني؟ تفضل. انا سمعتك اسمعني. والله ده هسه السحبان. خلينا نكمل. تؤمن بهذا، يؤدي صلواته، يحج الى بيت الله، يؤدي هذا الايمان. شنو انا مثل واحد بالنار وبالجنه شنو العلاقه؟ ما تلك امه خلت لها ما كسبت وعليها ما كسبت. شنو علاقه اني؟ وعليها ما اكتسبت. لا تحاسبني اني فلان وفلان بالجنه لو بالنار. شنو العلاقه؟ انا ما اقول لا بالجنه ولا بالنار. علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب في الجنه ولا في النار؟ علي في الجنه ولا في النار؟ منو؟ علي بن ابي طالب في الجنه ولا في النار؟ علي بن ابي طالب بنص القران الكريم نفس رسول الله. في الجنه ولا في النار؟ فاطمه في الجنه ولا في النار؟ علي قال فاطمه في الجنه ولا في النار؟ علي من اسمع مني، علي من بالايه القرانيه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. الله اكبر. اجلد ابو معاويه. علي في الجنه. اما الصحابه لا لا لا، ما تسالنيش. ربنا مش هيسالنا عن الصحابه بس هيسالنا عن علي. هل ربنا امرني في القران اتبع علي رضي الله عنه؟ ربنا امرني في القران اتبع المهاجرين والانصار. عندك دليل ان اتبع علي في القران؟ تدري ايش؟ لماذا؟ لان هسه كل الدنيا تسمع. انا شنو الان عيسى سلام الله عليه يبقى الى اخر الزمن ويصلي خلف المهدي الذي تؤمن انت هو من ولد فاطمه. شنو هاي المنظومه الواحده كامله من ادم الى ان عيسى يبقى ويصلي خلفه المهدي الذي انت تعتقد به كمسلم انه من ولد، حتى لو يولد اخر الزمان هو من ولد فاطمه. طب وعبد الله بن الامام جعفر الصادق من ولد جعفر الصادق وانتم بتكفروه لانه طلب بالامامه لنفسه. ما هي ذريه، هي منظومه هي. فالامام ممكن يخلف كافر اهو. الامام ونوح عليه السلام انجب كافر اهو. يبقى ما فيش حاجه اسمها منظومه ان تمشي هكذا. الدين بقى دين ملوكي. دين اتى محمد هذا الرجل صلى الله عليه واله وسلم بابي هو وامي ليمكن اهل بيته من بعدي ويجعل الخلافه فيهم ويجعل الملك فيهم ويجعل بقى دين ملك يا شيخ. مو انت يا نرامي ولا اني ولا المسلمين. امال مين؟ الله قال فين؟ وين امامك الثاني عشر؟ وين تنصيب الائمه؟ وين امامه الامام الحسن اللي تنازل لمعاويه عن امره المسلمين؟ يعني ياتي الواحد انتم تعتقدون انه كافر ومرتد عياذا بالله ويسلموا امره المسلمين. اليست هذه خيانه للامانه يا شيخ علي؟ اسمع مني، الله
جل في علاه ما قال ومن أبنائهم وذرياتهم وأخوانهم، قال لو طلع الآية وقراها للمشاهدين. واخوانهم مين؟ طلع قناة هاي. طيب اطلع لك ومن الايه. آبائهم بس اقراها هاي الآية اللي أذكرها أني، ومن آبائهم وأخوانهم لا، ومن ابائهم وذريتهم يا شيخ، ومن ابائهم وذريتهم. مو دراية ما أنت ما تصعب عليك آية الآن. أنا ما المشكلة إحنا يا شيخ، يا شيخ ثواني اجيبها لك الايه، هجيبها لك الايه. يطلعها. طيب ومن آبائهم وأبنائهم وذريتهم. نعم. ايه وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط. ما تستنى يا شيخ. نطق الحق على لسانك. أيوة. من أخوانهم، من أبنائهم، من ذريتهم. شنو ليش تعزل آل محمد عن الواقع؟ لا تعزلونهم أخي العزيز. طيب. لا تروحون في واد. والله هذا الوادي في واد سحيق، كأنما أرد عليك يا شيخ زي ما أنت رديت علي، أو تخطفه الطير. طيب. أو تهوي به الريح في محكام. إذن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام هم آل بيته وآل البيت وآل بيت النبي. اقرأ عيد للآية، لا تمر عليها مرور. لا أنا بقول لك يبقى كده أولى الناس بإبراهيم هم آله. جود لي أنا أريد ما أنا بربط القرآن ببعض. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. إذن أولى الناس بإبراهيم هم آل بيته وآل بيت النبي. نعم ولا لا؟ بروح والدك الطيب جود لي. حرام على فكرة، لا يجوز. لا تقسم إلا بالله، لأن عندك رواية في كتاب الكافي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا إلا بالله. أرجع وأسألك تاني يا شيخ، يبقى إذن أولى الناس بإبراهيم هم مين أولى الناس بإبراهيم؟ راح انسحب بس اريد طلبت طيب. منك طلبه بصوتك الجميل. طيب. ذيك الآية هجيبها لك بصوتي علشان اورفك ان اولى الناس بإبراهيم عليه السلام اللي اتبعوا إبراهيم، يعني مش الأنبياء فقط ومش أبناء إبراهيم فقط، كل من اتبع إبراهيم عليه السلام. وهذا ينقض استدلالك ان لابد من كل نبي يكون أبناءه وذريته. الله سبحانه وتعالى قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فين وذريته يا شيخ؟ ضيق اليوم في زاوية ضيقة ورامي. اقرأ لي الآية ما أعبرها والله. تأذن لي إياها بصوتك، تقرأ لي إياها بصوتك الجميل. طيب هقرأ لك إياه. عاشت إيدك بارك الله فيك. طيب هقرأ لك إياه. طيب اقرأ. طيب اسمعوا يا مشاهدين. الآن طم على رأسه. اسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جود. طيب. تجويد حلو بصوتك اللطيف حلو. هجود. استمتع. شنف أسماعنا. شنف أسماع المشاهدين. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب. قال ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. نعم كمل. ومن ذريته. كمل. ومن ذريته. واخوانهم استبق. كمل آيتك. كمل رجاء. واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى. جودها. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. نطق الحق على لسان رامي عيسى. طب هتسمعني بقى؟ صل على محمد وآل محمد. هتسمعني بقى يا شيخ؟ تسمعني؟ شيخ علي هرب. تعالى بس، أنا كنت عايز أقول لك تعالى. الله قال ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. هل يدخل في ابن نوح الكافر باتفاق القرآن؟ تعالى بس، هربت ليه يا شيخ علي؟ الله سبحانه وتعالى قال ونوحا هدينا من قبل.
أهو ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى آخر الآية. فهل يدخل من ذرية نوح عليه السلام ابنه اللي كافر اللي قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء؟ هربت ليه يا شيخ علي؟ نحن نجلدكم من القرآن الكريم. خلينا نجيبه تاني. بس أحلى حاجة يقول لي جود القرآن بصوتك الجميل. الله يا شيخ علي والله، زود القرآن بصوتك الجميل. تعال يا شيخ علي وأنا هسيبك. معلش يا إخوة خليكم بس معايا أجيبه. مستحيل يرجع فعلا والله كما يقول الإخوة. تعطيني مجال رامي، تعطيني مجال. أعطيك مجال إيه يا شيخ علي؟ وينفع يا شيخ علي تسيبني؟ الله سبحانه وتعالى يقول ونوحا، ثم قال ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، وكمل الآية بقى. فهل يدخل في ابن نوح عليه السلام، لأن أنت قلت ذرية الأنبياء، فهل يدخل في نوح ذرية نوح؟ هل يدخل في ابنه؟ تفضل يا شيخ. وجحدتها أنفسهم ظلما وعلوا. طب هل يدخل بقى فيها ابن نوح عليه السلام؟ تفضل يا شيخ. هل ابن نوح يدخل فيها؟ أنت قلت من ذريته، هل ابن نوح يدخل؟ تعطيني الجواب؟ لو تعطيني الجواب تفضل. تعطيني لا تقاطع والله العظيم، اذا قاطعت انسحب. ده انت انسحبت من غير مقاطع يا شيخ، بسم الله عليك. انت ليش اتصلت؟ اعطيني مجال خلنا احكي. تفضل. اعطيني مجال. تفضل يا شيخ. قدام المشاهدين ايش قد تعطيني؟ احكي وكون عد وعدك وتعطيني مجال. 50. ايش قد تعطيني؟ دقيقة 50. لا ايش قد تعطيني؟ دقيقتين اريد بدون مقاطعة، دقيقتين بس تتكلم كلام واقعي يا شيخ. تفضل شيخ. منطقي. اسمع قرآني اسمع من عندي. انت سألتني على ابن نوح، بتوقف هسه راح اجاوبك. ابن نوح اكو قاعده قرانيه، قال يا ابراهيم اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، اي ان ذريتك فيها الناس الانبياء والمؤمنين الائمه المعصومين، والذي ظلم نفسه لا ينال هذا العهد. ابن نوح رجل ظلم نفسه، ولذلك قال له الله يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. فليس بالضروره ان يكون آدم سلام الله عليه اولاده واحد قتل واحد، مو بالضروره. منهم ظالم لنفسه، منهم محسن ومنهم ظالم لنفسه، وهاي سنه الله. ما احنا ما عندنا اشكال. امال انت ليه يا شيخ قلت ان ذريه الانبياء لابد ان يكون كده؟ قال الانبياء لابد ان يكونوا هكذا. لا منهم ومن آبائهم، من دائما أكد على دائما أقول لك من آبائهم من إخوانهم، واجتبينا واصطفينا. والدليل على ذلك إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. يتكلم عن الآل، لماذا ترفعون آل محمد عن الواقع؟ لأن ما تذكرش آل محمد، لأن الآية اللي أنت جايبها دلوقتي، الآيات اللي أنت استدللت بها الآن من شوية، ما فيش فيها آل محمد. كل دينكم قياس يا شيخ علي. أنت جايب آيات بتقيس آل محمد على آل نوح وآل إبراهيم وآل عمران وآل إسماعيل وآل يونس وآل لوط. ليه دينكم كله قياس؟ ما احنا ممكن أقول لك وآل رامي عيسى، دليلك إيه؟ دليل إن أنا بقيس على الأنبياء برضو. ليه؟ لأن الدعوة إلى الله هذه عمل الأنبياء، وأنا بعمل مثل الأنبياء، فآل رامي يدخلون معها. يا شيخ لماذا لم يأتي آيات واضحة بينة على معتقدكم؟ واضحة هسه، واضحة. إيه إن في قصصهم العبرة نحن نقص. اقرأ الآية صح يا شيخ. كل ما إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. كل ما موجود في أمة محمد مر على الرسل ومر على، وهي سنة واحدة وهو دين واحد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ولا تجد له سنة. في آية أخرى لا تجد له سنة الله تبديلا ولا تجد له سنة الله تحويلا. لماذا نحاول أن نعزل آل محمد من هذه السلسلة الذهبية منذ زمن آدم إلى أن تقوم الساعة، حتى يصلي عيسى خلف ابن محمد وخلف ابن فاطمة وخلف ابن الحسن كما تقولون؟ لا تعزلون آل محمد يا سنة، راجعوا أنفسكم. هذا رامي عيسى ترى متعب روحه ببلاش، خالي بلاش. لكم يا تسمعني بقى رد، تسمعني رد زي ما انا اديتك فرصه. طيب اولا الشيخ علي فكر نفسه على المنبر الحسيني ويا اهل السنه واوعى جدع زوجني متعه. لا يا شيخ علي تعالى، احنا اهل السنه اهل الدليل. هرد على الايتين اللي انت جبتهم. ولماذا قال محمد؟ اول حاجه
الامام والله عيسى أنت اليوم مرتبك. طيب انت اليوم مرتبك. شكرا. عيسى عليه السلام هيصلي خلف الامام المهدي كما ان علي صلى خلف الخليفه الاول والثاني والثالث، وانتم بتقولوا ان علي افضل وصلى خلفه والمسيح افضل ويصلي خلف الامام. يبقى دي واحده بواحده ابقى ارد عليها. تاني حاجه، استدللت بقول الله تبارك وتعالى ان هذا لفي الصحف الاولى، صحف ابراهيم وموسى، وقبلها ايه؟ ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة. فين قال محمد هنا؟ لماذا تكذب يا شيخ؟ فين قال محمد هنا؟ الآية الثانية، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فين قال محمد؟ ده الآية اللي قبلها بتقول حتى إذا استيأس الرسل، أهو بص حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أنت بتقول برضو في آل محمد. طب لماذا لم ينصر الله الإمام الحسين؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، لماذا لم ينصر الله الإمام الحسين؟ يلا أجب، يلا. والله دمرت اليوم، انت دمرت. لماذا لم ينصر الله الامام الحسن وتنازل لمعاويه؟ اجب. انا اقول لك لماذا لماذا ولماذا لم ينصر الله الامام الجواد وسجنوه؟ تفضل. يعني اذا في بناء قاعدتك هاي، لماذا ينصر الحسن ولماذا ينصر الامام الحسين؟ لماذا قتلوا الانبياء؟ بس ربنا نصرهم ونصر دعوتهم في الايه اللي انت بتقولها، هو حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فلو قتل نبي او اتنين ممن ذكروا لنا او اكثر. لكن الائمه عندكم في كتاب الكافي ما من امام الا يموت مقتول او مسموم، وما فيش امام انتصر يا عين ولا امام انتصر. يبقى قياسك قياس باطل، لان ربنا نصر الأنبياء. فين قال محمد في الآية يا شيخ؟ يا شيخ علي أنت اليوم دمرت تدمير قوي. والله يا هذه كحة كرة تدغين رزما. فين يا شيخ علي اسمعني، انت فين الإمام؟ انت تسأل وتجيب. فين الأئمة في الآية؟ والله العظيم اليوم أعصابك أخذ سيولة. ما شكرا. أنت بتردها لي، ما قلت لك خد حباية سيولة قبل ما تنام؟ عمر ماشي، ما فيش مشكلة، هات يا ابني حباية سيولة لحسن الشيخ علي دمرني النهاردة وجاب آيات واضحة تتكلم عن الإمام الجواد والإمام الرضا والإمام الحسن العسكري والإمام الهارب من 1200 سنة. يا شيخ علي فين الإمام هنا؟ فين الأئمة حتى إذا استيأس الرسل؟ وين الأئمة هنا يا شيخ علي؟ وين الأئمة؟ أبقى أسأل، أنت أسأل وأجيب نفسك. فين الأئمة؟ تفضل. أنت تريد أحاورك فين الأئمة؟ كل آية هتجيبها يا شيخ علي تستدل بيها، معلش هتلقى الجلد يا شيخ علي. وين الأئمة؟ تكذبون على عوام الشيعة، بس هنا رامي لكشف الحقيقة. وين الأئمة؟ والله وين يا رامي والله أنت لست قرآنيا. أنت شكرا شيخ علي، خلاص سيبك من شيخ علي الشغل. إخباريا روائيا، أنت لست قرآنيا. وين الأئمة يا شيخ علي؟ أتحدث معك قرآني. وين الأئمة يا شيخ علي؟ وين الأئمة؟ هذا تريد هذا الواقع، مثل ما أخذ السيولة وأخذ حب قطيع. أنا وين الأئمة؟ متأثر عليك والله. وين الأئمة يا شيخ علي؟ راح اخوي، بعد النقاش انتهى بعد. الله اكبر. اجلد ابو معاويه، اجلد ابو معاويه، اجلد ابو فاطمه. الله اكبر. ما انا عندي معاويه وفاطمه لان بنحب ال البيت وبنحب الصحابه. وين الائمه؟ ليش تكذب؟ عملت زي اتباع الميرزا غلام احمد القادياني، اما استدل بايات. اتى الميرزا غلام احمد القادياني بايات بتتكلم عن الرسل ليثبت ان هو رسول، وانت المصيبه اتيت بايات بتتكلم عن الرسل لتثبت ان في ائمه. يعني حتى الميرزا غلام احمد القادياني الزنديق اللي زعم ان هو نبي كان ادلته اقوى من ادلتك يا شيخ. حتى مسيلمه الكذاب كان بيستدل بكده برضه. والله اليوم تدري انت تنحصر هاي الحصره، ما خابرتني. انا متاكد يشهد الله علي اني انا انحصرت اليوم. متاكد والله. لا فكرتني ما الواحد يكذب كذبه ويصدق نفسه. يا الله يا شيخ علي. وين الائمه بقى يا شيخ علي؟ وين الائمه يا شيخ علي؟ وين الائمه؟ لا خليها، انت تعطيني مجال احكي اتناقش. لا تحشي في نفس الموضوع. وين الائمه؟ لماذا ولا ايه من اللي جبتوهم كنت انا اقوم جايبها للجمهور تاني ولا يراها؟ وين الائمه يا شيخ علي؟ شنو الائمه؟ انت جاي بعد قمت تتخربط بعد ما تعرف شنو حيصير. وين الائمه يا شيخ علي في الايه؟ كان هسه صار لنا ساعه شنو نحكي؟ مو قلنا اخوانهم ذرياتهم ما ادري شنو. ايه اخوانهم.
واشتريناهم أدنى ماكو. يعني هاي الآية ليش نعزلها؟ أتحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ ليش تحسد آل محمد؟ بس أسألك سؤال. فين آل محمد في الآية يا شيخ؟ بطلوا كذب، الآية ما فيهاش آل محمد. ماذا قال آل إبراهيم؟ فلقد آتينا، مو ملازمة، أكو ملازمة. فلقد أتينا آل إبراهيم، من هم آل إبراهيم؟ لماذا؟ أقول لك يعني أسألك سؤال، يعني الله مين هم آل إبراهيم؟ إذا مين هم آل إبراهيم؟ أخي يسمونها سالبة هاي بانتباه الموضوع. لابد مين أنت اللي تعرف السالب والموجب؟ مين آل إبراهيم بس يا شيخ؟ افهموا اللغة العربية، ما معقولة ما تفهموها. طيب وين آل إبراهيم؟ مين هم آل إبراهيم يا شيخ؟ مين هم آل إبراهيم؟ عندما ذكرت الآية آل إبراهيم ذكرت قبلها الحسد، يعني حسدوا ناس من آل محمد. الله على هذا الفهم الجميل. بما إن الآية قالت أن آل إبراهيم حسدوه، فيقصد من ذلك أنه يحسد آل محمد، وهم الأئمة الاثني عشر، يبدأون بعلي بن أبي طالب ثم محمد بن الحسن العسكري صلوات حيدرية. لا الشغل ده يا شيخ علي بتعملوه في الحسينيه وانتوا على المنبر العالي دوت والناس يقول لك لكن هنا مش هينفع يا شيخ علي. هقول لك فين آل محمد؟ قل هاتوا برهانكم. هل ربنا تركنا للضلال هكذا؟ مين اللي حسد آل محمد؟ شويه تاخذ لك حبايه مال سيوف ان شاء الله. أبشر. وخليها غير وقت. طيب لا في هذا الوقت مش هسيبك يا شيخ علي، هتهرب وتقول لي حبايه سرور. وين آل محمد في الايه يا شيخ علي؟ انت مرتبك اليوم. شكرا. وين آل محمد بقى يا شيخ علي؟ انت بتحاول تستفزني علشان اسيبك وعشان اتركك للحوار، لكن السنه والشيعه هم يرون الحق الان. وين آل محمد في الايه؟ الايه لم تذكر آل محمد. ليه قست آل محمد بآل ابراهيم؟ لا انت ليش ما جاوبت الايه؟ شو مريت عليها الشرح؟ خايف ليش؟ خايف منك. ليش بقى لم انت قلت آل ابراهيم، ليه قست آل محمد بآل ابراهيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واذا ذكرت ربك في القران وحده في القرآن على ادبارهم نفورا. اقرا الايه، عيد الايه. انت تعرف ان ربك علي بن ابي طالب؟ تحب اجيب لك التفسير من كتبك؟ اشتغلت فيه مالك. ايش اللي ده ابو معاويه؟ والله يا شيخ علي المفروض ما تنامش النهارده. ولا فعلا نصيحه بقى، الكلمه اللي انا بقولها لك كل مره، خد حبايتين سيوله المره دي. مش حبايه، انت كنت بترتب لاخذ حبايه سيوله، فانا بقول لك يا شيخ علي خد حبايتين سيوله المره دي، لان لازم تهرب. اي والله. ليه قست آل محمد على آل ابراهيم حينما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويقول لك ما الذي جعلت ائمه منصبين يخلقون ويرزقون ومنصبين من قبل الله، تقول اصل انا قست آل محمد بآل ابراهيم؟ هو ديننا بقى كله قياس؟ هيقول لك واين دليلك؟ دليلك اصل انا قست آل محمد بآل ابراهيم. هل ستقول ذلك لله يوم القيامه يا شيخ علي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نصيحه لك يا شيخ علي، راجع دينك. والله لو تريد ان اقول انك منتصر، انت منتصر، بس راجع دينك لانك تعلم ان دين مصطنع مختلق. راجع دينك، ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى. كل الايات اللي جبتها ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم فين آل محمد هنا؟ ايه الايات اللي بتستدل بها دي؟ صلى الله ان يهديك يا شيخ علي وان ياخذ بيدك الى الحق، والحكم لكل شيء عاقل. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة حياك الله. أهلا أستاذ رامي، كيف الحال؟ طيب إن شاء الله. حياك الله يا حبيبي. مهتدي؟ بخير إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين آمين. مهتدي أليس كذلك؟ معك. نعم صحيح، نعم صحيح. أنا من الأحواز. ما شاء الله. أسأل الله أن يثبتك. أول شيء أنا آمين يا رب، جزاك الله خير. معك المهتدي من الأحواز، نسأل الله أن يوفقك لما فيه رضاه، وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. آمين جزاك الله خير. أستاذ رامي أحببت أن يعني أستفسر عن بعض الأمور. تفضل. أول شيء جزاك الله خير، يعني هذا خلال هذه المسيرة اللي مررت فيها ويعني دراستك لهذه الأمور، الدراسة يعني دقيقة، والحقيقة أنا استفدت منك، وكما أن ملايين المسلمين وسواء من الشيعة والسنة الحمد لله استفادوا كثيرا، ونشكرك ونسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتك. السؤال هنا، هل وثقت هذا في كتب؟ كل ما جرى بينك وبين يعني المخالفين والشبهات التي تدور، لأننا بحاجة لدراستها دراسة دقيقة وموضوعية حتى نستفيد منها وتكون عندنا إضافة إلى الميراث السني السلفي الذي أنار الله به هذه الدنيا. شوف يا حبيبي، هرد عليك في ذلك إن شاء الله لما تغلق معايا وأبين لك ذلك إن شاء الله. نعم، سأخبرك بذلك إن شاء الله بعد ما تنتهي من الكلام.
طيب السؤال اللي بعده بارك الله فيك، هل هناك دورات عندك عبارة عن يعني كورسات أو دورات لتأصيل العلم في المجال الذي تأصلت فيه وما شاء الله وصلت فيه إلى مقام عالي، نسأل الله لك المزيد من فضله. طيب ان شاء الله ساجيبك على يعني هذا. تابعني في البث، كنت تابعني في البث ساجيبك على أرجو السؤالين. أن تخصص وقت. أستاذ رامي بارك الله فيك، أريدك أن تفصل في هذا حتى نستفيد، وأنا سأسجل ان شاء الحلقة الله. ابشر، عندي جزاك حتى الله. أخذ بكل ما يعني أنت توجهنا فيه، ان شاء الله. أبشر. لأننا صراحة بحاجة ماسة إلى ترتيب جدول وسلسلة حتى نتبعك فيها إلى أن نصل إلى مستويات جيدة بإذن الله. جزاك الله جزاك خير. الله أبشر. خير. نرجو أن تخصص وقت في هذه الحلقة ان شاء لهذا الله. الموضوع. ابشر ابشر. جزاك الله. وبارك الله فيك وبيض الله وجهك في الدارين، وجمعنا الله وإياك في الفردوس الأعلى. آمين. جزاك الله خير. وإياك يا حبيبي، شكر الله لك وبارك الله فيك. سأجيبك على هذا. أيها الأكارم، كان الأخونا سألني عن الردود على الشبهات أو ما شابه ذلك. خلينا أجيبه الأول. أنت أخي الحبيب هتكتب الآن على جوجل رامي عيسى، ماشي؟ رامي عيسى، هيظهر لك الموقع الرسمي رامي عيسى. هتدخل عليه، أو تكتب في جوجل موقع رامي عيسى يظهر لك هكذا. هتدخل على الموقع. أول ما تدخل على الموقع هيفتح معك هذه الصفحة بداية إلى أن تحمل إن شاء الله. هتجد في الموقع قسم، هي حملت، هتجد أكاديمية حفظنا القرآن أول واحدة ديت، تاني واحدة كشف الشبهات. كشف الشبهات، هتضغط على كشف الشبهات، هتفتح لك موقع آخر. بعد أن تضغط على كشف الشبهات تفتح لك موقع آخر يبين لك الشبهات الشيعة حول القرآن، شبهات الشيعة حول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله ينزل قسم شبهات الشيعة حول الأحاديث التي يستدل بها الشيعة. هتجد شبهات حول القرآن، شبهات حول أبي بكر، شبهات حول عمر، شبهات الصحابة. هتضغط على شبهات الصحابة يطلع لك هذه مجزأة بأجزاء معينة بإذن الله تبارك وتعالى. فمن أراد إن شاء الله، هذا رقم واحد، هتجد فيها الردود بإذن الله تبارك وتعالى مكتوبة. رقم 2، الحمد لله احنا عندنا أكاديمية ثالثة اسمها أكاديمية أحفاد الصحابة لتعليم كيفية الرد على الشيعة. عملنا فيها الدورة الأولى والدورة الثانية، والمفروض الدورة الثالثة والله كنا نعملها، لكن لعلنا بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بفعلها بعد رمضان إن شاء الله. لعلنا بإذن الله تبارك وتعالى نقوم بعمل الدورة الثالثة بعد رمضان. فالدورة الأولى 5 محاضرات للرجال والنساء، والمحاضرات مسجلة ومكتوبة. مدة المحاضرة حوالي 17 دقيقة أو 20 دقيقة فقط. موجودة عندي، من أراد أن يتواصل تواصل معي، كل أريد أن أنتمي إلى الأكاديمية، بعت لك رقم المنسق، بتخش وفي الآخر بتأخذ شهادة من الأكاديمية بحضورك للدورة الأولى. فإن شاء الله تواصل معي بإذن الله. أما موقع الشبهات أرجع لك، ها هو الشيعة والأنبياء، شبهات حول الصحابة، هدم البنيان. هدم البنيان ده الكتاب اللي الناس طلبته مني. يعني مثلا خلينا نفتح شبهات حول الصحابة أهو، شبهات حول أبي بكر الصديق، شبهات حول الفاروق عمر، شبهات حول أم المؤمنين، شبهات حول عثمان، شبهات حول معاوية. مثلا فتحنا شبهات حول الفاروق عمر، كل هذه شبهات الشيعة حول عمر. هنفتح مثلا إن عمر قال للقرآن 1000 حرف و27,000. بنفتح ذلك، معلش بس الموقع بس تقيل شوية معايا. بتفتح بتجد فيه أهو زعم أن عمر بن الخطاب قال القرآن 1000 من اتهامات رافضة العمر الشبهة، وبعدين الرد على الشبهة، الحديث باطل لا يصح، قال الذهبي كذا وقال السيوطي كذا والردود. من أراد أن ينقل أي شيء من الموقع وينسبه إليه فهو في حل، لا يهمنا ذلك إن شاء الله. ولكن إن شاء الله تستطيع من الموقع أنك تدخل وتبدأ تتعلم الردود. شبهاتهم حول أم المؤمنين عائشة مثلا اهوت، تجد هنا شبهاتهم حول أم المؤمنين عائشة. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تكوني فاحشة، والرد على الشبهة. طبعا النبي يأمر بذلك، فيها محبة واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أم المؤمنين كانت دافعت عنه عن اليهود. فهذا هو الرد على هذه الشبهة. فكل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى تجدونه في الموقع لدي كما قلت لك.
تخش كشف الشبهات وهترجع هنا شبهاتهم بقى حول أم المؤمنين عائشة. هنا كم شبهة؟ 47 شبهة حول أم المؤمنين عائشة الطاهرة المبرأة رضي الله عنها. هترجع هنا تلقى مثلا، ترجع كمان مرة، هدم البنيان فيما احتج به الشيعة من آيات القرآن. في هذا الموقع بقى هتلاقينا ذكرنا في هذا الموقع الآيات التي يستدل بها الشيعة على إثبات معتقداتهم وكيفية الرد عليها. هتلاقي آية الولاية وآية الابتلاء وآية المودة وآية التطهير وآية المباهلة وآية الطاعة وآية أولي الأمر وآية الولاية هتلاقي آيات كثيرة مما يستدل بها الشيعة بإذن الله تبارك وتعالى تجدونه عندكم. أيها السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليك معايا يا أخي الكريم. أهي أيها الأكارم، أهي آية الابتلاء مثلا، آية المباهلة، آية استدلال الشيعة على العصمة بآية الطاعة، آية كذا آية كذا. دي الآيات اللي بيستدل بها الشيعة. يعني مثلا هنفتح دي وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أهو وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، الشبهة واللي قالها السبحاني جعفر السبحاني، ثم بداية الرد عليها والكلام فيها. هتلاقيه سهل بإذن الله معكم. بس خلينا ناخذ هذا الاتصال الأول. السلام عليكم أبو عائشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل دكتور أبو معاوية، ايش حالك؟ مساك الخير. حياك الله الحبيب أبو عائشة، أهلا وسهلا. الله يبارك. ما أحب أطول عليك، الله يسلم. بس ذكرتني بين الشيعة والهندوس في روث البقر الله يعزكم والتطين. طبعا ذكروني العمايم، طبعا العمايم هذه ذكروني بسيدنا موسى عليه السلام هو قومه لما مروا على ناس يعتكفون أصنام. قالوا موسى عملنا صنم نعتكف عليه. أيوة. يعني نقلدهم نفس الشيء. صحيح. نفس الشيعة اللي يقلدون الهندوس يدعونا نتروث مثل ما يتروثون الهندوس. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بالضبط. فهم شافوا الهندوس يفعلوا شيء يجيبوه يفعلوا مثلهم، يشوفوا الشعائر الوثنية ويأخذوها يفعلوا مثلها بالضبط وينسبونها إلى الحسين رضي الله عنه. هذه بالضبط نفس الشيء. أيوة. نفس اللي عمله قوم موسى عليه السلام. صحيح، قياس بالضبط. جميل. الله يسلمك. جزاك الله خير. يعطيك الصحة والعافية وبيض الله وجهك دكتور رامي، وإن شاء الله وإلى الأمام بإذن الله. الله ينصرك ويثبتك عليهم. شكر الله لك يا حبيبي، جزاك الله خير وأحسن الله إليك يا أبو عائشة. الله يحفظك وياك إن شاء الله جميعا. مع السلامة. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله إني أتكلم معك. حياك الله. الحمد لله. خير الحال الحمد لله. جزاك الله خير عنا خير الجزاء. وإياكم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أبشرك يا شيخ إننا بدأنا نهاجم أهل الشيعة بما يعتقدون من كتبهم. هم يتبعون المعممين ولا يتبعون الكتب، فكتبهم إخبارية وهم أصولية، والحمد لله إننا بدأنا نهاجمهم. شفت شيخ مقطع لأخونا عاصم مع أحمد القمامي. أخونا عاصم كل ما يقول له كتاب يقول له إخباري، خلاص كتاب تاني يقول له إخباري. ففي الآخر قال له أخونا عاصم، قال له خلاص مش مناظرك، انتهت المناظرة، أنا كل ما أجيب لك كتاب. طب ما هو يا غبي يا أحمد القمامي، هذا الإخباري هو اللي نقل لك الدين. مين اللي نقل لك الأحاديث؟ الكليني الإخباري، التوسي، القمي، الجزائري، المجلسي، الحر العامل. طب ما أنت إخبارية نقلوا لك الدين، فأنت كيف دلوقتي تأتي تقول الإخباري لا أخذ بروايته؟ ما هو اللي نقل لك الدين يا غبي. سبحان الله، هذا دين هوى، دين أهواء. والله دين هوى. ويبشرك يا شيخ ما شاء الله في التيك توك، يعني في العراق كثير من أهل الشيعة بدأوا يرون يعني الحق والطريق الواضح ويتبعون أهل السنة والجماعة. أبشرك يا شيخ والله يعني الله ينصرك والله يقويك ويحفظك، وشكرا لك. ومزيد من الشبهات أطلقها في الإنترنت. جزاك الله خير. شكرا لك. بارك الله فيك وأحسن الله إليك يا حبيبي وشكر الله لك. مع السلامة. شكرا. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. معلش يا شيخ، كنت عايز بس أسأل عن مسلسل معاوية. لا يجوز مشاهدة مثل هذه المسلسلات، ونحن لا نأخذ ديننا من هذه المسلسلات. وأفتى الأزهر بحرمة
مشاهدة مثل هذه المسلسلات، لأنه لا يجوز تجسيد الصحابة، ناهيك أن قد يكون بعض الجهلاء هم من وضعوا السيرة، فقد يكون فيها أخطاء، فيها أشياء. جزاك الله خير يا حبيبي، شكرا الله. شكرا. نحن لا نأخذ ديننا من المسلسلات والأفلام. السلام عليكم. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ أنا أرسلت لك في يعني في أهل السنة، ولكنك لم ترد علي. أنت لهذا السبب من الأحواز؟ لا، أنا واحد من العراق والسني، ولكنك لم ترد على مكالماتي عندما اتصلت عليك. متى اتصلت؟ ولهذا السبب والله قبل شويتين تقريبا، 10 دقائق أو أقل يعني. هات سؤال. أريد منك يعني أن تجيبني على بعض الأسئلة، سوف أرسلها لك بالخاص. إني أقوم بمناقشة مع واحد شيعي، ولكن طيب إن شاء الله برسلها على الخاص يا حبيبي، ولو وجدت عندي وقت إن شاء الله أجيبك عليها. أبشر، عيوني لك يا حبيبي. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. أيوة السلام عليكم. تفضل الأخ الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ رامي يرحم والديك؟ الحمد لله. قال الله في سورة الأحزاب آية 34: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا. نعم. هذا أمر واضح لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغ الدين. نعم. نعم جميل. أين الأمر للأئمة الاثني عشر بتبليغ الدين من القرآن؟ لن تجد إجابة عند المعممين. سألنا هذا السؤال 100 مرة، ما فيش إجابة. سورة الأنفال آية 11: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذا أيضا تطهير من رجز الشيطان، إذهاب لرجز الشيطان وتطهير. مضبوط؟ ينفع نقول على الصحابة معصومين زي ما هم قالوا معصومين؟ بالله عليك يصير هذا الكلام العبد؟ لا والله. آخر آية إذا يسمح الوقت إن شاء الله، سورة الجن: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى رسول يسلك بين يديه في رصدا. فالله عز وجل عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. لماذا لم يقل الله عز وجل إلا من ارتضى من إمام؟ صحيح. كلمني يا شيخ الهاشم بعد البث. إلزام جميل يا حبيبي، وكل هذه آيات تبين بطلان ما يعتقدون به. يا شيخ إذا تسمح، احنا في رمضان وفي شهر القرآن، وهذه استدلالات كلها من القرآن. يعني معقول الإنسان ما يحرك عقله؟ يعني ما يسمع أن أحد هسه ما يقول أنا خل أقعد بيني وبين نفسي، أنا أعوف أكره الصحابة أو أحب الصحابة، أكره رامي عيسى ولا أحب رامي عيسى. هذا قرآن بينك وبين الله عز وجل. أوف رامي عيسى وأوف الصحابة وأوف السنة وأوف تكره اللي تكره وتحب اللي تحب. هذا قرآن واضح بينك وبين الله عز وجل، وآيات محكمة. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. الله يرحمه والديك. نسألك الدعاء بهذه الأيام. الله يرحمه. وفقنا الله وإياكم يا رب. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سني أم شيعي؟ أنا سني من كردستان واسمي ريبوار. أهلا وسهلا يا ريبور، تفضل. حياك الله يا شيخ. في البداية طبعا الحمد لله والشكر لله، ويا رب يتقبل منا ومنكم في هذه الأيام. وأريد أن أشهدك على شيء. نعم. لو كان دين الشيعة دين صحيح فأنا بريء منه. الحمد لله أنه ليس بصحيح. نسأل الله ولو يعني عفوا في هذه الكلمة، لو أن إصبع رجلي الصغير كان شيعيا لقصصته. بالمقص ولا القذاف؟ يعني احنا والله لا. نتمنى لهم الهداية والله.
وفي شيعة عقلاء. يعني احنا النهارده معانا 3 مهتدين الى الان اهو، احنا ما كملناش ساعه في البث، ومعانا بقالنا ساعه و10 دقائق اهوت، وبقى معانا 3 مهتدين، فان شاء الله يهتدون على ايدينا الباقي ان شاء الله يا حبيبي. لا، في هؤلاء منهم لا تنفعهم الهداية، لأن الله لا يريد أن يهديهم. الله سبحانه وتعالى قال: يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء الذين اشتروا الضلاله بالهدى. نعم، جزاك الله فما خيرا، ربحت شكرا ليك يا تجارتهم. حبيبي، شكرا ليك اخي فالحمد الحبيب المرسل. لله نعم، جزاك الله فما خيرا، ربحت شكرا ليك يا تجارتهم. حبيبي، شكرا ليك اخي فالحمد الحبيب المرسل. لله والشكر جزاك على الله. هذا الدين، ونسأل الله أن يوفقك. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. في شيء موضوع يا شيخ، انت يعني في شيء بدنا نجيب عليه. انت شيعي؟ شيء يعني من وين؟ لبنان؟ من لبنان. طيب، كان سؤالنا النهارده: من الذي امركم بفعل الشعائر الحسينيه؟ سمعت السؤال؟ من الذي شو؟ من الذي امركم بفعل الشعائر الحسينيه؟ الشعائر المسمى لديكم بالشعائر الحسينيه، مين اللي امركم بيها؟ والله ما بعرف. هل انت تفعلها؟ أنا لا والله ما بفعل شيء. طب لماذا انت شيعي؟ انت تقلد من؟ هلا خلقت يعني شيعي وهيك، عرفت كيف؟ أنا وعيلتي وأصدقائي بمنطقة شيعية أنا. يعني انت عايش في منطقه شيعيه؟ إيه صح، وأمي وأبي يعني كلهم، يعني أنا شيعي، يعني عرفت أنا خلقت شيعي، بس أنا ما كتير يعني متدين من هدول الأشياء. طب ما تتسنن يا حبيبي، يعني كن على عقيده صافيه كعقيده اهل السنه والجماعه وتنجو بنفسك. الله يوفقنا واياك يا رب. شيخ أنا ما في تسنني، أنا ما بعرف شيء بالدين، يعني لا عن السنة ولا عن الشيعة ولا عن شيء. دي لو انت شيعي يبقى هتلتم وتطبر وتقول بتحريف القرآن ولا تحفظ القرآن ولا تهتم بالقرآن. لو كنت سني هتتعلم الوضوء والصلاة، هتقرأ القرآن وتتعلم القرآن، هتبتعد عن المحرمات، تبتعد عن الفواحش، عن المنكرات، وسيعودك الله السكينة والراحة في قلبك والطمأنينة في قلبك. ما رأيك؟ شيخ أول شيء يعني سبحان الله، أنا لا بقرأ قرآن ولا شيء يعني، بس ما بلطم ولا بسب حدا ولا شيء، بس أنا بحضرك من زمان، رغم إني ما بيهمني يعني الدين، يعني ما كثير بتابع دين ولا شيء، بس بحضرك يعني فيديوهاتك بتعجبني، حبيت اتصل فيك وهيك يعني استفسر يعني عن شيء مثلا، عرفت كيف؟ طب انت تحب تفسر عن شيء الآن؟ استفسر يعني أشياء عن الدين، يعني حتى يكون يعني عشان أعرف شو الدين الصح شو الدين الغلط. أنت تعتقد بوجود 12 إمامة؟ لا والله ما بعتقد بهيك شيء يعني. هلا انا بس اللي بعرفه انه سيدنا محمد هو الرسول وهيك. بس النبي هو الرسول، ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك الصحابة خير هذه الأمة، بلغوا لنا الدين، أوصلوا لنا القرآن وأوصلوا لنا السنة. أنت عارف الشيعة عملوا إيه يا حبيبي؟ وفقنا الله وإياك. النصارى واليهود اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بمعظم الاتهامات اللي ممكن يتهموا بها أي بشر، كل شيء اتهموا، والمشركوا قريش وقالوا عنه ساحر كاهن مجنون، واتهموه في عقله، اتهموه في كل شيء، حتى سبوه مسبات قبيحة ومسبات إباحية بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أتى الشيعة قالوا احنا لو تشبهنا باليهود والنصارى في السب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الناس لن تأخذ منا. لا. مختلق مؤلف معتقد الشيعة هذا رجل قال ذلك يعني في عقله، قال لو قلنا محمد كيت وكيت 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 فالناس هيقولوا عنا يهود أو نصارى. قالوا طب كيف ندمر الإسلام؟ اليهود ما استطاعوا تدمير الإسلام ولا النصارى بالسب في محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا خلاص
نتهم أقرب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما اتهمه به اليهود والنصارى. اليهود اتهموا النبي بكذا وكذا وكذا، والنصارى، فنفعل ذلك في أزواجه وفي أصحابه. فقالوا عن أزواج النبي أنهم يفعلون الفاحشة، قالوا عنهم كافرات فاجرات، قالوا عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون يفعل بهم فعل قوم لوط، أنهم منافقون، أنهم كفار، أنهم كذبة، قالوا أنهم حرفوا القرآن. كل اللي الشيعة، حتى أن بعضهم قال أنه هو كان بيضع آيات من عنده، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فالشيعة أخذوا ما كان يفعله اليهود والنصارى، ما كانوا يقولونه في النبي صلى الله عليه وسلم، أتى الشيعة وجعلوا كل هذا في من؟ في أصحاب النبي وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيعي العاقل يقول لك لا، أنا إيه اللي يخليني أقبل بهذا التراث المجوسي اللي بيأمرني بالسب واللعن واللطم والتدبير، اللي بيجعلني أهجر القرآن وأفعل شعائر مجوسية؟ لا، هذا دين مخالف للقرآن والعقل والفطرة والسنة والشرع وكل شيء. صح؟ صح. طب إيش رأيك؟ طيب اتفضل. يا شيخ، هلا هون عندنا مثلا كثير منهم اهلي يعني كمان يعني بيلطموا، وسالتهم يعني انه لطم وهيك، فبيقولوا لك انه هيدا حزن. قالوا قلت لهم طيب انه الحزن انه فيكم تلطموا وهيك؟ قال ايه، في عندهم يعني في عندنا بالكتب وهيك يعني مواضيع بتخليك انه تلطم عادي. ما هي دي كتب مجوسية بقى، اختلقها بعض الفرس كمحمد بكر المجلسي، وترجمت مثل هذه الكتب بقى، والكليني أو طبرسي وغيره. فما عندهمش إلا رواية واحدة فقط، إن زينب نطحت رأسها بمغفر شفت الخيمة بيبقى ليها خشبة وتد كده، فبقول لك زينب معرفة الحسين مات، قامت جاية ماسكة الخشب كده بوم بوم بوم، وقعدت تضرب في راسها. بس ده مش خشب. من تمشط من جلوس لم يقربه الشيطان 40 صباحا. نفس الرواية في نفس الكتاب في بحار الأنوار. فهي نفس الكتاب ده اللي قال لك تمشط 40 صباحا، قال لك زينب فعلت ذلك. فهل آل البيت كانوا ينطحون؟ عمرك شفت خروف أو ثور بينطح نفسه، يروح في جدار ينطح نفسه؟ هؤلاء أرادوا، حتى أساءوا لآل لا البيت، أساءوا لآل البيت. فمن أجل ذلك يا حبيبي أنا أدعوك إلى الهداية، والله يعني هتشعر براحة وسكينة وطمأنينة، ونحن في شهر القرآن. لن تجد أحد من آل البيت كان يفعل هذه الأفعال أبدا. يا شيخ، انا هلا في يعني ما عندي مشكله، بس انا قلت لك انه ماني متدين، يعني اذا فتح دين السنه هيك يعني ما لي نفع، عرفت كيف؟ حبيبي لا نريد نفع لك. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأنت لو اهتديت فلنفسك، ولو ضللت فلنفسك أيضا، لن يزيدنا شيء. أنا مقصدي انا يعني إن أنا أريد النجاة لك والله. انا ما انه منها مشكله يعني بفوت اتسنن وهيك وضل مثل ما انا، يعني منه حرام او شيء يعني. ما أنت لازم تتعلم الوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة يا حبيبي، لأن نفس هؤلاء المجوس اللي قالوا لك الطم وطبر وتطين وحرف القرآن وسب الصحابة، هم نفسهم اللي قالوا لك توضأ الوضوء اللي أنت بتتوضأه الخطأ الآن، وقالوا لك اجمع الصلوات الآن وصلي هذه الصلوات بالخطأ بالطرق التي تفعلونها. فأنا مقصدي إن أنت بقى لازم تتعلم الوضوء والصلاة يا حبيبي. طيب طيب شيخ، واذا مثلا يعني اهلي او هيك مثلا ما كانوا وقفوا يحكوني، او انه هيك شيء صار خلافات، شو بعمل انا بهذا هيدا الحال يعني؟ لا تخبرهم، نجعل هذا الأمر بينك وبين الله. من اهتدى فإنما يهتدي لأهله، فإنما يهتدي لنفسه. فأنت اجعل هذا الأمر بينك وبين الله. واذا بيسبوا الصحابه قدامي او مثلا يعني او هيك لا شيء، تهتم، انه عادي اسكت وما احكي؟ لا تهتم، لا تهتم. أهم حاجة بس إنك تهتدي الآن وتعلم الحق. تتواصل معايا بعد البث وأعلمك الوضوء والصلاة. طيب طيب ماشي. إن شاء الله هنتظر تواصلك. ابعت لي رسالة الآن عشان أكتب لك رقم الخاص يا حبيبي. ان شاء الله يا شيخ. إن شاء الله، في أمان الله يا حبيبي. مع السلامة. الله أكبر ولله الحمد. المهتدي رقم 2 معنا بفضل الله تبارك وتعالى. المهتدي رقم 2 بفضل الله
نسأل الله أن يثبته وأن يبارك فيه. وهنيئا لكل شيعي عاقل حكم القرآن وحكم عقله. حكم عقلك، هل ما أفعله هذا يقربني من الله تبارك وتعالى؟ أسأل الله أن يثبتك. السلام عليكم، شلونك يا عيسى عيني؟ عليكم السلام، أهلا وسهلا. سني أم شيعي؟ وديت لك صورة وديت لك صورة شفتها؟ أنت شيعي؟ اي بس وسطي. وسطي؟ بعت لي صورة الآن؟ ايه وسطي. أنت بعت لي صورة الآن؟ وديت لك صورة شفتها؟ اللي هي في اليوتيوب؟ ايه أبشر. والله شوف. اللي بيشرب الججاير. هذا الخوئي كان كورة في التدخين. تعرف أنت عراقي وهتفهم ما معنى كورة في التدخين. يعني سبحان الله، هل أهل بيتي كانوا يدخنون؟ اي والله مو حرام هو صحيح. يعني أنا بالله عليك قاعد أدي محاضرة في مسجد وماسك السيجارة الناس هتقبل مني. هل الناس هتقبل مني؟ حرام. اي سؤال والله. تفضل. المذهب الشيعي دائما العلماء مالتهم مو عرب، شنو السر؟ اي والله، حتى انا كنت بتكلم النهارده الكتب مترجمه باللغه من يسألك واحد والله تسأله يقول له ليش كلهم عرب ما يخلون عربي؟ ليش؟ شنو السر؟ حتى شوف هم بيتكلموا كده، ايها الرجل لما شاء. حتى معممي العراق خدوا الخنفه اللي موجوده عند اللحميه الموجوده عند الفرس وبقوا يقلدوهم. بس هم تيجي الحقيقه احنا ذولا بالعراق احسن ناس والله، بس كلها خارج هاي تدجيل الاوامر مو عرب اللي يعطون الاوامر مال الدين. الله يهديهم يا رب، نسال الله لهم الهدايه. ايه بس انت اسالهم، اريدك تسالهم، تسوي محاضره وتسالهم. ابشر. انت المهم ان شاء الله متى تتعلم معنا الوضوء والصلاه؟ اي والله. شنو؟ بس اسالهم مو ابشر، انا هسالهم، بس انا ابغي انك تتعلم معنا الوضوء والصلاه الصحيحه ان شاء الله. لا انا صلي ويا جماعه، جامع عندنا هنا بالجماعه، احنا بالجنوب العراق. ما شاء الله. يعني انت بتتوضا الوضوء الصحيح، تغسل قدمك في الوضوء؟ ايه نعم. ما شاء الله. وبتصلي الصلاه في اوقاتها، ليس 3 فرائض فقط. نظافه حلوه. اي والله هذه نظافه، والنظافه حلوه فعلا والله. بس انا اريد منك محاضره تسالهم شنو السر. اذا قال لك ذولا ساده قل لهم هو بالعراق خمكوا ساده يدرسون واحد وينظمونه ويدرسونه ويخلونه مرجع للشيعه. انت تعرف المراجع ال4 اللي بيتحكموا الان في شيعه العراق كلهم ما فيهمش ولا واحد عربي؟ ما بيهم، هم حتى ذول الحديثين مو عرب. بشير النجفي واسحاق فياض، من بالحسن الى سيد محسن الى ابو الخوئي الى السيستاني مو عرب. حتى اسحاق فياض وبشير النجفي، واحد افغاني وواحد هندي وواحد فارسي وواحد باكستاني. لا هي اذا بيها بس شيء سياسي يعني حرام، هي هاي شيء مو احتكار الدين الناس غيرنا. واحنا عندنا هنا ساده يرجعون لياسر، يعني الياسر يسمونهم الياسري، سامع بالياسري؟ نعم. ذولا يتبعون يوصلون للكاظم، الامام الكاظم يعني. انا اعرف مناظر كثير منهم من هؤلاء الياسريين. وذولا وسيد عبد العظيم، يعني ناس عظماء هنا عندنا، ناس اجلاء يعني ما يقدر واحد يتخطاهم وما يطلعون، بس ما يخلونهم علماء. لكن انت ما شاء الله بتتوضا الوضوء الصحيح وبتصلي صلاه مع الجماعه. ايه اسال الله ان حتى بالجمعه، ايام الجمعه ماكو صلاه. اسال الله ان يثبتك يا رب وان يبارك فيك، وان شاء الله ان شاء الله نتواصل دائما يا حبيبي. جزاك الله خير. ان شاء الله انا ادق عليك على الرقم هذا ان شاء الله. شكر الله لك يا حبيبي. ما شاء الله. اشكرك. المهتدي رقم 3 معنا. الله اكبر ولله الحمد. ايوه كده يا عقلاء الشيعة، شغلوا عقولكم. اي والله ما شاء الله ما شاء الله. المهتدي رقم 3 معنا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. مين اللي خلينا ناخد اتصال سيد من سادات الشيعة.
بسم الله. هذا شيخ رامي لا تنسى الدي في دي. شنو الدي في دي هذا؟ شنو الدي في دي؟ الناس اللي ما شافتش البث من الاول كانوا داخلين متاخرين. اقول لكم لو رايتم ما يفعله بعض الرافضه من شعائر اخذوها من الهند، وكنا عرضناها من شويه، فالناس اللي ما شافتهاش ليك انك تدخل البث من بدايته وتراها ان شاء الله، ويتبرك بيه ويمسك الروث بتاع البقر ويضع على راسه وعلى جسده ويتبرك بيه. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. شوفوا. بص بص بص. احنا متطينين من اجل حب البقر العظيم. خلينا اترجم لكم. ونحن تطينا واتينا الى هذه الاماكن من اجل ان نتطين بحب آل البيت، حتى هذا اللي وضع على راسه بتاع البقر، يعني هذا رجل موالي يسجد عليها ويعظم هذا البقر، وأنا سأخذ على رأسي أيضا لأضع لكم لأريكم أننا نعظم هذه الأبقار، وهذا منظر جميل نتطين ونجلس بالتطيين. نحن من الهند، وها هم الأطفال والنساء والكل يفعل ذلك. نفس الشعيرة فعلها الشيعة، بس الفرق قالوا لهم ونحن نتطين بتربة كربلاء، نحن نتطين بتربة كربلاء تقديسا للإمام الحسين، وندع التين على رؤوسنا وعلى أجسادنا. أخذنا هذه الشعيرة من الهندوس. ها هم كما تروننا نلطم على رؤوسنا ونتطين كما يتطين هؤلاء. كان معكم مراسلكم أبو معاوية، ونفعل مثل هذا التين. يعني نفس ما فعل هؤلاء بالبقر فعل هؤلاء بالبشر بتربة كربلاء. يعني لا أدري أيهم البقر فعلا. ولا يخفى عليكم شعيرة التطيين اللي احنا جبناها قبل كده، التمرغ في الطين، وبينا ان هي شعيرة خنزيرية، واثبتنا الان ان هي برضو بها شيء من الشعائر الهندوسية. المصيبة بقى احنا ليه بنعمل مثل هذه البرامج؟ علشان نبين ان احنا اتباع الحسين رضي الله عنه. الحسين كان نظيف، يرتدي الثياب النظيفة ويجلس نظيف، وجهه مضيء، مش يلبس يتطين ويجعل على نفسه القذارة والوسخ ويقول هذا قرب إلى الله. أعوذ بالله. نحن هنا لنبرئ الحسين بن علي رضي الله عنهما من هذه الأفكار وهذه الشعوذة وهذه الأفكار المجوسية الماسونية. والله أنا لو قلت لبنتي اللي هي في الروضة، والله لو قلت لها افعلي ذلك لن تفعل. لو قلت لها يلا افعلي ذلك كهؤلاء لن تفعل، لن تفعل. فما بالك بمن يفعل هذا ويسميه آل البيت كما يفعل هؤلاء، كما يفعل هؤلاء. بص كما يفعل هؤلاء، انظر كما يفعل هؤلاء بالضبط. ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ فرق فقط ان هؤلاء بشر عبدوا البقر، والآخرون بقر عبدوا البشر. وهذه الشعائر شعائر مجوسية يتطينون كما تتطين الهندوس. هناخد اتصال معنا وإن شاء الله يكون شيعي. أيوة السلام عليكم. تفضل. فكما يتطينون كما يتطين الهندوس، ويفعلون مثل هذه الشعائر التي يفعلها الهندوس، فنحن نقول الحمد لله الذي عافانا من ذلك. أيها الأكارم، التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقود الإنسان إلى الحق وإلى الخير، ليس كما يفعل هؤلاء. احنا إن شاء الله بإذن الله نبدأ نأخذ الاتصالات على المعممين بإذن الله تبارك وتعالى. يا MT لا يوجد اتصال عندك، والآن الاتصالات للمعممين.
ناخد الصلاة على المعممين بإذن الله تبارك وتعالى. الأخ اللي بيتصل من اليمن، أنت عارف يا حبيبي ما فيش اتصالات من اليمن لأن الواتس لا يعمل عندكم. ناخد الشيخ لماذا لا تردون؟ كلم لي كده الناس. خلينا ناخد الشيخ محمد باكر، وإن شاء الله نفتح الاتصالات أيضا لأهل السنة والجماعة، من أراد أن يتصل من أهل السنة والجماعة. يلا الهول. سؤالنا النهاردة للمعممين: من أول من قادكم لمثل هذه الشعائر؟ والمعمم اللي عنده جرأة وهيقول أنا بأنكر مثل هذه الشعائر، عذرا، سأقول له ولماذا المراجع لم ينكرونا؟ أنتوا بتكتبوا ينكروها عندنا هنا؟ طيب ناخد أحد المعممين الآخرين. دور على حد ما كلمناهوش قبل كده. سيد صادق، سلام عليكم سيدنا. عندي بشرى لكم من كربلاء. حياكم الله، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم أيها الأكارم. معلش البث لم يصل للكثير من الإخوة، عشان كده إن شاء الله أنتوا حاولوا تضغطوا لايكات حتى يرتفع البث بإذن الله. الشيخ الجياشي، الشيخ الجياشي، يا الله، من أين أتيتم مثل هذه الشعائر يا شيخ؟ لماذا تفعلون هذا؟ يا الله، سلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله سماحة الشيخ ابن خصاف الجياشي. أهلا وسهلا. رامي عيسى معاك يا شيخ من مصر موالي، أحببت أسلم عليك. أهلا وسهلا. حياك الله. شيخ كان عندي سؤال، هل تسمح لي؟ تفضل. من أول من فعل هذه الشعائر التي تفعلونها التي تسيء لآل البيت وسماها بالشعائر الحسينية؟ هل آل البيت أمرونا بذلك؟ إيه. وين آل البيت أمرونا أن نتطين ونطبر ونضرب بالزناجير؟ أفاهرب اجلد أبو معاوية. جبناء هؤلاء كبار الحوزة، كبار معمم الحوزة، جبناء. ايه يعني اي آل البيت امروا؟ لا، آل البيت لم يأمركم بذلك. اول من فعل ذلك هم الهندوس. شوفوا ايها الاكارم، هذا فعل المجوس، فعل الهندوس اقصد هم. شوفوا الهندوس هنا ماذا يفعلون مع البقر. انظروا ماذا يفعل الهندوس مع البقر وتعظيم الهندوس للبقر. وأريكم الآن الشيعة يفعلون مثل هذه الشعيرة وينسبونها إلى آل البيت، يفعلون مثل هذه الشعائر ويقولون آل البيت اللي أمرونا بذلك. طب آل البيت أمركم بذلك فين؟ بص هنا، بص هنا، وهم يعظمون الجاموسة. بص، أخذوها من الهندوس، أخذوها من الهندوس أهو. اتمسح يا ولا، تبرك يا ولا، امسك قرنها يا ولا. أيوة، يريد ان يا سبحان الله، هذا الولد يفكرني بعلاء بسكريتا. شوف الولد بيحسس على شنو، بصوا بصوا الولد ماسك شنو، سبحان الله. كل العيال ديت يعني سبحان الله يتبركون بمثل هذه ويزعمون ان آل البيت امروهم بذلك، ويزعمون ان آل البيت امروهم بذلك. وين امركم آل البيت؟ شوفوا ايها الاكارم، وهم يتبركون بالروث. شوفوا الهندوس وهم يتبركون بالروث اهو. شوف، ويدعون روث البقر على رؤوسهم. والشيعة أخذوا هذه الشعيرة وفعلوها أيضا. أنا مغير بس لون ثواني أظبط لكم اللون. أخذوا هذه الشعيرة وفعلوها أيضا، نفس شعيرة البقر. عابد الهندوس هم نفس الشعيرة.
أعوذ بالله. وما نيجي نسأل اضرب كما يضرب هؤلاء عباد البقر. وما نيجي نسأل المعممين من أين أتيتم بها؟ هل آل البيت أمركم بمثل هذه الشعائر؟ وين أمركم آل البيت؟ يقوم مسكر الخط. طب ما أنت يا شيعي يا عاقل يا اللي بتسمعني هتقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، هيكون حجتك المعمم؟ تقول له سمعت المعمم يقول لي ذلك ففعلت. ها هم أمامك الحقيقة تظهر لك وأنت في الدنيا. متى تترك هذا المعتقد؟ كان معكم شيخ الشيعة المسمى بالشيخ ابن خصاف الجياشي، والله عمل لي حاضر الآن، انظروا عمل لي حاضر في الآخر. الشيخ ابن خصاف الجياشي من العراق. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضل يا حبيبي. كيفك يا أستاذ؟ الحمد لله. مرحبا. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ عندي سؤال بخصوص رواية طرحها شخص شيعي، يعني أنا شفتها عندنا بالسنة مو مثل ما هو طرحها، بس أسئلته كانت ما قدرت أرد عليها تمام. يعني الرواية اللي هي 288 بصحيح مسلم، رواية تقول عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. إن شاء الله. وفي رواية عن عائشة في المني قالت كنت أفركه. شوف يا أختي الله يسعدك، اسمعيني أختي الكريمة. نعم. أولا يا أيها الأكرام لا تنسوا الدعاء لوالد أخونا أبو زياد اللي معنا في الاستديو هنا، والده في الرعاية المركزة، فلا تنسوا الدعاء بالشفاء. أسأل الله أن يشفيه ويعافيه يا رب، وأن يشفي مرضى المسلمين. أنت سنية أختي الكريمة؟ نعم بس هو من طرح هذه الرواية خلينا هرد عليكي. فأنا قلت له تمام. أنت سنية بالله؟ أنت سنية ولا شيعية؟ نعم سنية، بس كنت أحاور شيعي فعطاني هذه الرواية، ما أنا هرد لك عليها، فصار يسألني أسئلة يعني وسخة، فما عرفت شلون أرد بالتفصيل لأن بحثت ما لقيت الرد المناسب. يعني أنت تعرفي أن الرافضة والسيستاني والشيرازي هؤلاء زنادقة صح؟ صح أكيد. والله والله هاي الرواية شخص شيعي جابها، وأنا تعرفي تقولي لعنة الله على الشيعة؟ لعنة الله على الشيعة. بس أنا عايز أقول لك، أنا طبعا ليس كل الشيعة، أنا أقصد الروافض. أنا بس عشان في إخوة أكيد لا أصل في إخوة لأن في شيعة محترمين في شيعة محترمين، بس أنا اللي خليني أقول لك كده يا أختي علشان في ناس كانوا بيقولوا إنك شيعية، فأنا بينت لهم إن أنت سنية. لا أنا أعلم. لا أقسم بالله أنا سنية. طيب شوف يا أختي الله يسعدك يا رب، هو قال لك عياذا بالله أن حدث جماع بين الرجل وعائشة، استغفر الله، صح؟ لا هو مو هيك حاورني انه هذا الرجل شنو كان يسوي عند عائشة امنا عائشة. طيب. بس طبعا انا جبت شرح الرواية انه هو كان في مكان يتعلم. خلينا انا هرد لك عليها وابين لك انجازا للوقت. انا كنت ممكن اقول لك راجع اليوتيوب واكتبي نزل ضيف عائشة رامي عيسى وهتلقي لي ردود كثيرة عليه، لكن انا خلينا اوضحها لك واحدة واحدة كده. اولا هؤلاء شوية بهايم لا يعرفون شيء عن اللغة العربية، متفقين على ذلك؟ أنا لما أقول أنت أنا هم قلت هذا. نعم. أنا لما أقول يعني أنا ليا صديق في الرياض بنزل عنده في البيت في بيته، فأنا أقول نزلت ضيف عند أبو راشد، فهل يفهم إن أنا لما نزلت ضيف عند أبو راشد نزلت نمت في نفس الغرفة اللي بينام فيها هو وزوجته؟ ما في واحد يفهم لغة عربية يفهم ذلك إلا هؤلاء البهايم اللي بيحاولوا يطعنوا في أم المؤمنين عائشة. الرواية التي تقول نزل ضيف على عائشة، لو شفنا في صحيح مسلم، صحيح مسلم مبين الرواية في أكثر من موضع، بين في القسم الثاني كنت نازلا على عائشة فرأتني فقام جنوب فأخذ الملحفة أو ثيابه فوضعها في ماء، قال فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها الجارية، رأت إيه؟ رأت ذلك عند عائشة. خليكم معايا أيها الأكارم ثانية.
الجارية رأت ذلك، الجارية رأته وهو يفعل ذلك. تمام معايا يا أختي؟ الجارية رأته وهو يفعل ذلك. فماذا فعلت الجارية؟ فأخبرت عائشة، فأرسلت له عائشة فقالت لما فعلت ذلك؟ كان يكفيك أن تفعل كيت وكيت وكيت، وأخبرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بما كان يفعل في ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللي أنا عايز أبينه لك دلوقتي يا أختي إن في مكان للمضيفة وليس في غرفة أم المؤمنين عائشة. ما هم عندهم رواية. نعم أعرف. خليني بس اسمعيني يا أختي، أنا هرد على كل كلمة بس اسمعيني. يعني أتمنى لا تقاطعيني دقيقة بس عشان أوضح حاجة للجمهور. شوف عزيزي المشاهد وفقنا الله وإياك، في هذا الكتاب القذر كتاب بحر الأنوار يوجد فيه رواية تقول نزل ضيفا على أمير المؤمنين أي علي بن أبي طالب. سؤالي، إما نزل ضيف على علي بن أبي طالب، هل نام في حضن الإمام علي عياذا بالله؟ أو هل دخل في نفس الغرفة اللي فيها علي وفاطمة رضي الله عنهما؟ لم يفهم أي أحد من بهائم هؤلاء هكذا. حتى حسن اللياري هذا رد على الرواية وقال إن لا يفهم منها أنه هو نزل عند عائشة في نفس مكان عائشة، فكان في مكان للضيافة الأم المؤمنة عائشة. الرواية ليس فيها أي شيء. تاني حاجة، لو علي رضي الله عنه كان يرى ذلك، كيف يرى الخبث في بيت النبي ويتركه؟ أليس هذا دياسة؟ استغفر الله. تفضل. صحيح. هو هذا الشخص سألني يقول إنه كيف إنه أمنا عائشة، بس هو ما يقول أمنا، قال عائشة تعلم الرجال، ماكو صحابة ذاك الوقت ليش يعني إلا عائشة؟ فأنا صراحة ما عرفت أرد بهذا الموضوع، لأن هذا البهيمة لا يدري إن هذه فتوى حال في نفس الوقت. يعني هذا الرجل وربنا قال للأم المؤمنين عائشة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم. فأم المؤمنين عائشة بتتكلم هذه الآية. نعم. فأم المؤمنين عائشة بتتكلم من خلف الحجاب وتبين له حكم شرعي لأنها بمثابة أمه، فبينت له هذا الوقت في هذا الفتوى. ما قالتلوش اذهب، هو ما جاش عشان يتعلم هذه مقصدا، ده هو ما قالتلوش اذهب لفلان وفلان لأنه هو قام الرجل جنب. فأنا يعني حكت له الموقف وماذا يفعل في ذلك. أما المصيبة الأكبر كما بينا من قبل في مش عارف وين راح الكتاب، في كتاب سليم بن قيس اللي هو أول كتاب لديهم، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل رجل أجنبي في بيته ويتركه في اللحاف مع زوجته ويقوم النبي يقيم الليل. فالدياسة في كتبهم ليس عن أم المؤمنين عائشة. والرواية رواية أهم لعلي إنه كان ما هي هذه الرواية عن علي رضي الله عنه في كتاب سليم بن قيس كما فيها. أشكرك يا أختي الكريمة، شكرا وبارك الله فيك. شكرا لك، مع السلامة.